تفتكر ايه اللي ممكن يخلي والي مصر يسيب الخضرة والنيل والقعدة الرغدة والحياة الجميلة ويتوجه إلى قلب صحراء الجزيرة العربية، وهي صحراء قاحلة ليس بها مأكل ولا مشرب؟ محمد علي الراجل اللي كان جندي بسيط وصغير ولقى نفسه لحسن حظه والي مصر مرة واحدة. هو ما كانش بيحلم أصلا إن هو يبقى والي مصر، هو بيحلم دايما إنه يكون حاجة أكبر من والي مصر. يا حبذا لو يكون سلطان، ويا حبذا أكتر لو يبقى خليفة المسلمين كلهم. وسيطرة الوهابيين على مكة والمدينة ما كانتش حاجة تقلق محمد علي، بالعكس دي كانت فرصة لمحمد علي من ذهب. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية، وازاي كان لمحمد علي وابنه إبراهيم اليد في إفنائها عن بكرة أبيها. طبعا هي ما أفنتش ولا حاجة، ما خلصتش يعني ولا حاجة، ولكن هم حاولوا يفنوها عن بكرة أبيها وحصلت حروب خطيرة هنحكيها لكم النهارده انا وصديقي العزيز كريم الراوي. يا اهلا يا شادي بيه. كريم الحمد لله بخير. انت عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا ايه اللي حصل؟ بدء نسلم على الناس ونقول لهم كل سنه طيبين بمناسبه العيد. الحلقه هتتعرض بعد العيد بس مش مهم، ونقول لهم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. نتكلم عن محمد علي. محمد علي في الاصل راجل جندي، والملف العسكري في حياه محمد علي هو اهم جزء في تاريخه كله. يعني تاريخ محمد علي بعيد عن حروبه في شبه الجزيرة العربية، لكن تاريخ محمد علي كامل من محاولات إصلاح وتحديث وبناء مصر الحديثة زي ما بتسمى. كل ده كان بغرض عسكري، يعني في المقام الأول والأخير. محمد علي طبعا زي ما كنا اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده، هو ابن الفترة العثمانية بتاعت أواخر القرن ال18، وعاصر المحاولات الإصلاح اللي حاول يعملها السلطان سليم الثالث، واتكلمنا عنها في حلقة سابقة، وإزاي إن المحاولات دي تم إجهاضها. وبعد كده جه مصر وشاف جيش نابليون والجيش الفرنسي والجيوش الأوروبية الحديثة، مش الجيش الفرنسي فقط لكن كمان الجيش الإنجليزي اللي جه عشان يحارب الفرنساويين في مصر. كل ده خلاه يعني تترسخ عنده عقيدة مهمة جدا هتشكل تاريخه وتاريخ مصر، وهي ضرورة وجود جيش نظامي على الطريقة الحديثة. صحيح ان اول حروب محمد علي مش بنتكلم عن الحروب الصغيرة، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حروبه مع المماليك وحملة فريزر، لكن بنتكلم عن الحروب العملاقة المهمة اللي هو خارج ارض مصر. اللي خارج ارض مصر هي كانت حروب او الحملات على شبه الجزيرة العربية لمحاولة القضاء على الدعوة الوهابية. لكن الحروب دي كانت بجيش تقليدي قديم ينتمي الى العصور الوسطى، شويه طبنجات وسيوف وخلاص. طبنجات وسيوف ومدافع البدائيه اللي كانوا بيسموها المكاحل او المكاحيل والغدارات. وبدون احنا اتكلمنا قبل كده برضو عن اهميه التنظيم، تنظيم الصفوف وتنظيم ضرب النار في الجيش الحديث، وازاي ان ده بيكون له اليد العليا في الانتصارات السريعه اللي حققها مثلا الفرنساويين ضد المماليك وضد العثمانيين. جميل. فكانت اول حروبه في الجزيره العربيه. ليه بقى؟ ايه اللي حصل في الجزيره العربيه عشان يروح يحاربها؟ اللي حصل في الجزيره العربيه كانت يعني حاجه مفارقه ومفاجاه للجميع. نشأت الحركه الوهابيه. نشأت الحركه الوهابيه تقريبا في منتصف القرن ال18، على ايد طبعا وبدعوه من الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي نسبا والحنبلي مذهبا. والحركه الوهابيه يعني ايه؟ معلش عشان لو في حد من المشاهدين مش فاهم يعني ايه التميمي نسبا والحنبلي مذهبيا. يعني هو اسمه محمد ابن عبد الوهاب ينتمي الى قبيله بني تميم من شبه الجزيره العربيه، وفي الفقه هو على الفقه الحنبلي. طبعا احنا عندنا حلقات قبل كده عن الفقه، يعني بندعو الناس ان هي تشوفها حلقات. فقه حنبلي هو نوع من الفقه المتشدد حبه، يعني متشدد شويتين. وكمان هو يعني ايه، كان له اراء نقدر نقول تجديديه، له اراء كانت مغايره للواقع، مش الواقع بتاع المذاهب فقط لكن واقع المذهب الحنبلي كمان. يعني نقدر نقول ان هو عمل تطور كبير في المذهب الحنبلي. احنا هنا مش في صدد تقييم هذا التطور تطور سلبي او تطور ايجابي، احنا بنتكلم من نقطه تاريخيه ان هو اضاف حاجات كتير على المذهب الحنبلي. كان بيعمل ابجريد يعني. كان بيعمل ابجريد، وكان لكن في الاخر طبعا كان بينتمي الى عدد من الاساتذه الكبار او المشايخ الكبار والمهمين، زي طبعا الامام احمد بن حنبل على راسهم، والامام ابن تيميه، والامام ابن القيم الجوزيه، وغيرهم من الائمه يعني الحنابله اللي ليهم اراء في العقيده وفي الفقه.
الحركه او يعني نقدر نقول عليها حركه اصلاحيه لاقت رواج كبير جدا في نجد، والشيخ او الامام محمد بن عبد الوهاب بدا ان هو يعرض دعوته على عدد من القبائل العربيه ان هم يتبنوها. كل ده في مدينه نجد في السعوديه الحاليه، ولكن هي شبه الجزيره العربيه او الحجاز بالظبط في الماضي. اللي هو في نجد هو اقليم اكتر من هو مدينه، داخله عده مدن، زي مثلا احنا في مصر عندنا الصعيد اقليم لكن مش بلد، ما فيش بلد اسمها الصعيد. بس يعني يا كريم برضو يعني خليني استوضح حته منك دلوقتي، هي ان احنا هنا في مصر عندنا اقليم الصعيد، عندنا اقليم مش عارف ايه، عندنا دلتا اسكندريه، بحري غربي الكلام ده، ولكن كلهم تحت اداره واحده او تحت رايه واحده. لكن وقتها كان مثلا نجد، الحجاز، اليمن، احساء الحاجات دي كلها دي كانت يعتبر دويلات صغيره منفصله عن بعضها، كل امير بيحكمها لوحده. بالظبط. يعني خلينا نقول حاجه بس، يعني ايه، كنا انت جبت سيرتها كنت هقولها بعد كده كان نقولها دلوقتي، ان العالم العربي مش العالم العربي كله، لكن معظم العالم العربي كان تحت سيطره الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه كانتش بتسيطر على كل البلاد العربيه، مش بمعنى كل البلاد العربيه، لكن مثلا عندنا هي بتسيطر على مصر بشكل كامل، على بلاد الشام. واحد كتب لنا تعليق ما اسمهاش بلاد الشام، سوريا غير لبنان غير الاردن، لكن بتسيطر على سوريا بشكل كامل، لبنان، فلسطين، الاردن، العراق وغيرها من البلاد العربيه. لكن كان في بعض البلاد او الاقاليم العربيه الدوله العثمانيه ما كانتش بتسيطر عليها بشكل كامل، وده الاسباب اقتصاديه وسياسيه وتجاريه. فمثلا نشوف ان هي في شمال افريقيا غير مصر، كل ما هو غرب مصر، هي كانت فقط بتسيطر على الشريط الساحلي الموازي للبحر المتوسط، سواء في ليبيا، في تونس، في الجزائر، وصولا الى حدودها مع المغرب. المغرب كانت مملكه منفصله، هي المملكه المغربيه الشريفه او المملكه المغربيه اللي هي ما زالت قائمه حتى الان، يعني دي كانت خارج سيطره طبعا الدوله العثمانيه. لكن مثلا زي ما قلنا هنشوف مثلا على خريطه الدوله العثمانيه، هنلاقي هي بتسيطر على شواطئ ليبيا، شواطئ تونس، شواطئ الجزائر. ليه؟ لان عمق ليبيا وتونس والجزائر بالنسبه لهم ما كانش مهم. انا ايه اللي هيدخلني في عمق الصحراء الليبيه وعمق الصحراء الجزائريه؟ دي اللي هي بيعرف جغرافيا بمنطقه الصحراء الكبرى، صحراء بيحكمها مين؟ ابنائها من القبائل، سواء بقى قبائل امازيغ، طوارق، عرب، ما فيهاش موارد تهم السلطنه هناك. بالظبط، ما فيهاش موارد تهم السلطنه. بعكس مثلا دوله زي مصر او دوله زي سوريا او دوله زي لبنان او دوله زي العراق، هي دوله بتبقى او بالنسبه لهم ولايه كلها مصادر، دوله زراعيه من اولها لاخرها، مليانه يعني ايه خيرات مختلفه. فكان الوضع كذلك بالظبط في شبه الجزيره العربيه. فهنشوف ان سيطره العثمانيه على شبه الجزيره العربيه هي كانت بتسيطر على اقليم الحجاز وصولا الى مناطق في اليمن، لكن باقي الجزيره العربيه على ساحل البحر الاحمر. ساحل البحر الاحمر برضه لعده اسباب، السبب الاقتصادي والتجاري، ان هي برضه سيطره الملاحه البحريه الملاحه البحريه وطرق التجاره، والسبب الاهم ان الحجاز يا استاذ شادي فيها مكه المكرمه، وفيها المدينه المنوره، يعني بلاد الحرمين. فانت علشان تاخد شرعيتك خلافه عثمانيه لازم تكون مسيطر على الحتتين دول، كخليفه مسلم، خليفه للمسلمين. ازاي واحد يدعي ان هو خليفه للمسلمين وهو لا يسيطر على مكه المكرمه والمدينه المنوره والمسجد النبوي والمسجد الحرام؟ في خطابهم بيدعوا للسلطان باسم السلطان. فعشان كده طبعا كان السلطان من مصلحته ان هو يسيطر على الحجاز بمدنها المختلفه غير مكه والمدينه بقى، من جده، الطائف وغيرهم، يعني ينبع. لكن قلب الجزيره العربيه اللي هو جواه نجد وجواه قصيم وجواه الاحساء وجواه كل المناطق دي، ده كان متروك لاداره ابنائه من القبائل العربيه. وكل قبيله يعني كانت الفتره ديت القبائل يعني ايه، كل قبيله بترى فيها في نفسها نفوذ وقوه، بتسيطر على ارض وتحاول ان هي تضم الاراضي اللي حولها بالقوه، والاراضي اللي حولها برضه تحاول تضمها بالقوه. فكان في حاله صراع دائم بين القبائل العربيه، ده كحال التاريخ البشريه من اول ما بالظبط دائما. ففي هذه الفترات ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الجديده التي سميت بالدعوه الوهابيه. هو كان بينظر لها ان هي دعوه اصلاحيه. كانت الدعوه ديت ليها اسباب، وكان من اهم الاسباب دي نقدر نقول ان في العالم الاسلامي كله كان انتشر التدين الشعبي. التدين الشعبي دايما موجود من اول لحظه الى اخر لحظه وحتى الان، لكن في الفتره دي كان التدين الشعبي اصبح النسخه الرسميه من الاسلام. ودي حاجه غريبه،
يعني ايه تدين شعبي؟ التدين الشعبي اللي هو المقترن، بلاش نقول بالتصوف بشكل صريح، يعني التصوف فيه التصوف العلمي اللي قايم مثلا على اللي عنده منهجية، لكن في التصوف اللي هو قايم على تقديس الأشخاص، تقديس الأولياء بشكل مبالغ فيه، انتظار الكرامات، الندر، الذهاب إلى الموالد والذبح، التبرك بقى، التبرك، الاحتفالات الدينية اللي بيكون فيها نوع من أنواع الموسيقى. سلمان، انا حاسس ان الكلام ده تقيل قوي على الناس، اللي هو التبرك والمش عارف ايه، اللي هو يعني ان واحد مثلا يروح عند مقام مثلا السيد أحمد مش عارف مين بدوي أو غيره ويتبرك ويذبح باسمه. الكلام ده موجود لغاية دلوقتي، لكن كان ساعتها في الوقت ده هو السائد فقط. مفيش دين بقى بمعنى الدين، يعني مفيش الدين اللي احنا نعرفه حاليا. حتى هنشوف خلال الحلقه يعني ايه شويه ممارسات يعني مختلفه. طب وايه تاني؟ يعني كان بيحارب ايه تاني مثلا؟ التمائم مثلا، انا هتلاقي الناس ان هو بيحطوا تميمه مثلا، زي ما احنا دلوقتي بنقول حظاظه مثلا، واحد يلبس حظاظه يقول لك دي بتجلب الحظ. فمثلا انا لابس حظاظه بس هي ما بتجيبليش حظ. ما انا برضه لابس بس بتودي الحظ. دي بتطرد الحظ من عندنا، عايزين نقلعهم. فمثلا مثلا بتكون خايفه على ابنها فبتلبسه تميمه. اللي في مصر شعبيا بيعرف باسم الحجاب. والحجاب كان ساعتها اللي بيعمله بيكتبوا واحد يقال عنه شيخ او رجل دين. فكان وده يعني نقدر نقول ممكن بقى الناس تتفق تختلف، لكن يعني ايه في الاسلام الكلاسيكي ده مفيش الكلام ده. طب بس انت قلت كلمه من شويه، قلت ان محمد عبد الوهاب هو صاحب حركه اصلاحيه. هي حركه اصلاحيه ولا حركه تشدديه؟ لان برضو كان حركه اصلاحيه مقرونه بالسلاح بالذبح والقتل. بيتهيألي دي حركه اصلاحيه ولا لا؟ بص يعني ده موضوع شائك طبعا. وكل جماعه بترى في نفسها ان هي مصلحه، مفيش حد يقول لك ان انا مفسد. فهو بيقول ان هو مصلح. هل هو مصلح فعلا بالنسبه له وبالنسبه لجماعته وتابعيه؟ هو مصلح فعلا بالنسبه للجماعات الاخرى. هو انسان خرج عن المتعارف عليه والمتوارث من آلاف السنين. لان احنا عندنا مثلا في اماكن زي في مصر، في الازهر، في الزيتون في تونس، في القرويين في المغرب، في مدرسه حضرموت في اليمن، اللي هي المدارس التقليديه القديمه اللي بتدرس الفقه والحديث والسيره بقالها آلاف السنين، على خلاف مع الحركة الوهابية. وبترى ان ده يعني مش حركة اصلاحية، دي حركة زي ما انت بتقول تشددية، وبالعكس يعني ايه ادخلت في الدين ما ليس فيه. لكن ده كله اختلاف بين علماء دين، انا ماليش دعوة بيه يعني ايه، مش بصدد ان انا اقيمه بصراحة يعني. جميل، ماشي. بعدين بقى ففي الفترة ديت طبعا زي ما قلنا ان حركة محمد بن عبد الوهاب لاقت رواج، عرض نفسه على عدد من القبائل او الامراء القبائل يعني اللي بيبقى ليهم نفوذ، لغاية ما قابل حاكم الدرعية وهو الامام او الامير محمد ابن سعود. وكان هو حاكم الدرعية من تقريبا من سنة 1727 بيحكم الدرعية، لكنه وافق بالدعوة الوهابية وتبناها وأسس حلف ديني سياسي مع محمد بن عبد الوهاب سنة 1744 لتظهر لأول مرة دولة تؤيد الحركة الوهابية. فزي ما قلنا هم أسسوا التحالف الديني أو التحالف الديني السياسي وأنشأوا الدولة الوهابية، لا في التاريخ بتعرف باسم الدولة السعودية الأولى يعني نسبة إلى مؤسسها محمد بن سعود سنة 1744. والدولة دي بتستمر لمدة 74 سنة حتى بيتم القضاء عليها سنة 1818. واحنا هنتكلم بقى عن الفترة دي. خلينا بس نتكلم ان حكام الدولة السعودية الأولى أو الحركة الوهابية اللي هم كانوا بيتقال عليهم أئمة أو أمراء هم 4. محمد بن سعود وهو المؤسس، ده الأولاني خالص. وابنه عبد العزيز بن محمد، وابن عبد العزيز اللي هو سعود بن عبد العزيز، ده السعود الكبير، ده سعود الكبير، والأخير وهو عبد الله ابن سعود. بدأت خلال فترة طويلة أو خلال بمجهودات عظيمة جدا خلال الفترة دي الدولة الوهابية بأمرائها المختلفين، خاصة يعني مع عبد العزيز بن محمد وسعود الكبير، إن هي تسيطر على أراضي مختلفة ورقعتها تزداد، وإن هي لدرجة إن هي هتسيطر على مكة والمدينة. هم حكام الدرعية. الدرعية هي نقدر نقول في الرياض الآن، أو يعني إيه قريبة من الرياض.
لما زالت عاصمه الدوله السعوديه. جميل. طيب انت دلوقتي كنت لسه بتحكي لي ان الدوله العثمانيه كانت لازم تسيطر على مكه والمدينه علشان تفرض هيمنتها الدينيه. طيب دلوقتي انت بتقول ان الحركه الوهابيه مع الامير محمد بن سعود وخلفائه طبعا وخلفائه اخذوا مكه والمدينه. الخلافه العثمانيه فين من الحدوته دي؟ طبعا الخلافه العثمانيه في الفتره دي كانت فتره ضعف، يعني فتره ضعف شديد جدا، وزي ما احنا قلنا من شويه ان الدوله العثمانيه كان بيهمها السيطره على الاماكن اللي بتدر عائد، سواء عائد مادي او عائد اقتصادي او عائد سياسي. والعائد السياسي احيانا بيبقى عائد ديني، نابع من عائد ديني، زي مثلا فكره السيطره على مكه والمدينه. في الفتره دي طبعا يعني لو حاكم الضرعيه او حاكم القصيم او حاكم الاحسا، كل دي مناطق في المملكه العربيه السعوديه الان، يعني اتخانق مع القبيله اللي جنبه، مع المدينه اللي جنبه، ضمهم على بعض. كل ده يعني ايه، لم يكن يشغل بال السلطان في الاستانه. لكن بدأ زي ما احنا قلنا امر الدعوه الوهابيه والدوله الناشئه الجديده على اساس عقدي واساس ديني مخالف يكبر ويستفحل. ومن اهم الحاجات اللي عملوها الدعوه الوهابيه، هنشوف مثلا ان هم بداوا يهجموا. هم سيطروا على اراضي على فكره واسعه جدا، سيطروا على معظم شبه الجزيره العربيه، على اجزاء من الاردن حاليا، وصلوا الى اماكن في اليمن وفي عمان، دول اليمن وعمان حاليا. وبداوا ان هم يرسلوا حملات على الاماكن اللي فيها كثافه من الشيعه زي العراق. فحصل كذا حمله على العراق. ليه بقى؟ لضرب المراقد آل البيت والاماكن المقدسه عند الشيعه الاثنى عشريه. فنشوف مثلا هم هجموا على مسجد الامام الحسين في كربلاء وغيره من المساجد المهمه في دوله العراق او ولايه العراق اللي كانت ساعتها ما زالت تابعه للدوله العثمانيه. فاصبح بالشكل ده ان الدعوه الوهابيه بتحارب الحاميات العثمانيه وبتدخل اراضيها وبتعمل اعمال نقدر نقول عليها، يعني ممكن يتقال عليها اعمال عنف او تخريب او كده، او اكيد يعني بلاش ممكن. وان هي كمان كانت بتستولى على النفائس اللي موجوده في المساجد ومراقد آل البيت وتعيدها الى الدرعيه، ومن خلال النفائس ديت بتعيد بيعها وانتاجها ان هي تمول الجيوش. طب بس اللي انت بتقوله ده معنى كده ان الحركه الوهابيه ما كانت بتحارب لاجل فكره دينيه اكثر منها طمع سياسي في حاجه؟ بالظبط، هم كانوا بيشوفوا يعني ان هم اصلاحيين مصلحين. شافوا زي ما احنا قلنا ان الناس ده حسب رايهم according to them، يعني ان هم شايفين ان الناس بعدت عن الدين، بيتوسلوا باضرحه آل البيت، بيتوسلوا باضرحه الاولياء، بيستقوا بالتمائم والحجبه، بيقدسوا احيانا بعض الاماكن زي شجره مثلا زي ما احنا عندنا في مصر في بعض الاماكن في الريف او في الصعيد. يقول لك المكان ده لو راحته ست مثلا مش بتخلف واتمرمغت فيه مش عارف كام مره هتخلف. ده موجود، حتى هنلاقيه نجيب محفوظ صوره وبعد كده يعني تم تصويره سينمائيا في فيلم صرصره فوق النيل. المرأة اللي كانت مش فاكر كانت عايزة ايه، كانت عايزة تخلف او حاجة كده، كانت واقفة جنب تمثال فرعوني وعمالة، مش فاكر اللقطة دي او حاجة. بس انا كمان هو كمان كان ابطل فكرة التدخين وشرب القهوة والحاجات، اي حاجة هو مش عاجباه كان يعني دي حاجات فرعيات بسيطة يعني. لكن مش دي اللي كانت بتعمل قلق. هو فعلا كان بيعمل كده وكان يعني في ممارسات مختلفة، لكن هو كان بيهاجم بقى ان العقيدة نفسها، يعني ديت ممارسات فردية. ممكن واحد بيحب القهوة واحد ما بيحبهاش، لكن لما تبقى العقيدة عند الناس بالنسبة لفكره وفكر أتباعه، العقيدة عند الناس هي تقديس الأولياء، التبرك بالأماكن، التبرك بالأشجار، التبرك مش عارف بإيه. فهو كده بيشوف أو حسب وجهة نظر محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية حتى الآن إن دي أعمال شركية، أعمال يعني فيها بدعة. فهو كان بيحاول يحاربها. فهو بيحاول يجاهد في سبيل الله من اجل القضاء على البدع والعوده بالمسلمين الى صحيح الدين. طب فانت دلوقتي الدوله العثمانيه ابتدت تستاء من اللي بيحصل. هو مش تستاء وبس، هو سيطر كمان على مكه والمدينه. الدعوه الوهابيه سيطرت على مكه والمدينه بشكل كامل وطردت منها شريف مكه. احنا عارفين لغايه يعني بدايات القرن العشرين او يعني الثلث الاول من القرن العشرين اللي كان بيحكم مكه ومنطقه الحجاز دايما لازم يكون واحد من الاشراف وبيسمى شريف مكه. اخر واحد من شرفاء مكه هو الشريف حسين ابن عبد الله.
ده اللي كان شريف مكة وقاد الثورة العربية الكبرى، وبعد كده الملك الراحل عبد العزيز آل سعود الله يرحمه يعني قضى على دولته في الحجاز، وأبنائه بعد كده أسسوا المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في المملكة اللي في سوريا، وفي كمان المملكة العراقية الشامية، بس دول يعني إيه خلصوا، تبقت المملكة الأردنية الهاشمية. ده يعني إيه من نتاج الماضي والحروب اللي احنا بنتكلم عليها. فهو الدعوة الوهابية سيطرت على مكة وعلى المدينة وطردوا الشريف مكة حاكم مكة، ومش كده وبس، دول بعتوا رسالة للسلطان. اللي قصدك الخليفة؟ الخليفة العثماني. الخليفة العثماني أو السلطان العثماني. بعتوا له رسالة بيقولوا له إن حاليا مكة والمدينة بقت تحت إمارتنا، وإحنا أولياء الأمر فيها، وإنك امنع إرسال قوافل المحمل اللي تأتي بكسوة الكعبة من مصر، لأنها بتيجي محملة بالبدع، لأن المصريين بيدخلوا، ودي كانت حقيقة يعني، المصريين بيدخلوا في قافلة كبيرة جدا عليها جمال بتشيل الكسوة الكعبة بالطبول والزغاريد والمظاهر احتفالية. واحنا اتكلمنا قبل كده ان المصريين متخيطة بخيوط ذهب، ومتخيطة بخيوط ذهب ومن حرير، فكانوا بيشوفوا ان ده نوع من انواع الترف، وهم كان عندهم وجهة نظر من زخرفة المساجد وانك تحط فيها ذهب او حاجات من كده يعني. فبعتوا رسالة للسلطان بينهوه عن ارسال قوافل المحمل، ودي كانت عادة مصرية من ايام قديمة جدا يعني. وتوقف الحج لمدة 2 سنين. طبعا في الفترة دي كانت يعني مصيبة للسلطان العثماني، كده السلطان العثماني بيفقد كونه خليفة للمسلمين، خلاص بقى حد تاني تاني سلطان بقى. طبعا حد تاني فعلا هو اللي يصبح بقى ايه، يستحق لقب خليفة وامير مؤمنين او الالقاب الدينية. في الفترة ديت السلطان العثماني كلف والي دمشق وهو اسمه عبد الله باشا العظم. جميل. فبعت له العظم، فبعت رسالة العظم قال له روح حارب الدعوة الوهابية ورجع لي مكة والمدينة، انت والي والجيش اللي معاك الجيش بتاعي، يعني انت موظف عندي. فالعظم اصلا كان قبلها راح يحاول يحج، والدعوة الوهابية يعني اديته درس كده وطردوه، فهو كان عنده تروما من الوهابيين فقعد يتحجج بيزعقوا له وطردوه. فهو الراجل شكله كان راجل عجوز كمان يعني. فهو قال لهم لا انا اسف مش هقدر اروح والله الجماعه هناك يعني ايه اقوياء. هم فعلا ده حقيقه يعني ان جنود الدعوه الوهابيه كانوا اقوياء جدا، شجعان اشداء. كريم عايشين في الصحراء، صحراء ناس يعني قاحله سوبر هيروز. سوبر هيروز فعلا. احنا هنشوف دلوقتي ازاي الجيش المصري عانى لما راح، او جيش محمد علي وجيش توسون يعني لما راح عانى ازاي وهو بيحارب الوهابيين يعني. فعبد الله العظم قال له والله سوري انا مش هقدر اروح. راح كلم عزله وحط واحد بداله اسمه كينج يوسف. كينج يوسف كينج يوسف اسماء كانت لذيذه قوي زمان والله. حط كينج يوسف على ولايه دمشق وقال له يروح يحارب. قال له حاضر ماشي. وبعد كده برضه ايه بدا يتحجج والقوه اللي معانا مش كفايه، وانا زعقت لهم على فكره وبعت لهم رسائل بقول لهم الكلام اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش وبتاع. السلطان كان السلطان سليم الثالث يعني عمال لي انتوا بتهزروا يا جدعان، مكه والمدينه ضاعوا وانتوا بتقولوا لي كل واحد بيقول لي حجه فارغه. فما كانش قدامه غير اقرب والي في المنطقه غير والي دمشق هو والي مصر محمد علي باشا، الوالي اللي نزل له من السماء ولا عارف شكله ولا عارف اي حاجه لسه زي ما كنا اتكلمنا في حلقه محمد علي. فبيبعت له يقول له روح شوف هتعمل ايه، روح انت تصرف حاربهم. فمحمد علي يقول له هو كان اداله ولايه جده احنا اتكلمنا عليها ان هو عشان يخلص منه كان اداله ولايه جده امعانا في ابعاده عن مصر ومحاوله لمحاربه الوهابيين. وهو طبعا يعني رفض. القوه الشعبيه المصريه نفسها هي اللي مسكت في محمد علي بالظبط في الفتره دي. فمحمد علي كان بيرد على الخليفه ويقول له او السلطان ويقول له والله انا لو اتحركت بجيشي، هو كان عنده حق، اتحركت بجيشي خطوتين المماليك هياخدوا البلد وياخدوها مني ومنك، نعمل ايه؟ والسلطان كل شويه يلح عليه. فمحمد علي يعني مات السلطان سليم الثالث وتولى الحكم السلطان محمود الثاني اللي هيطول يعني مع محمد علي وهيخوضوا مع بعض، هيبقى في بينهم يعني ايه سجل حافل. بيجدد الطلب السلطان محمود الثاني من محمد علي، وبيبتدي يغري محمد علي. يقول له لو ذهبت لمحاربة الوهابيين أنا هديك كذا وكذا، لو ذهبت لمحاربة الوهابيين أنا هثبتك على ولاية مصر، لو ذهبت لمحاربة الوهابيين واستطعت إنك تنجح عليهم
مصر دي ليك مدى الحياه انت وابنائك من بعدك، ودي كان اول مره تحصل. مفيش ضرايب. دي بعد كده بقى اه. بعد كده محمد علي طب اعمل ايه في المماليك؟ ومحمد علي واضح ان هو كان مهتم فعلا، بس الوضع في مصر كان فوضى، كان هيعمل ايه يعني؟ فبعد كده يقول له مش انت كنت، لو احنا نرجع لحلقه ازاي وصل للحكم، يقول له مش انت كنت بتطلب مني فلوس عشان تشتري اسطول جديد وبتاع؟ انا هرسل لك كميات اخشاب من لبنان طبعا خشب الارز وكده، ومن الاناضول ومن كافه الاراضي الدوله العثمانيه عشان تبني الاسطول بتاعك. وعمال يغريه بقى. دي بتهيألي الحته اللي عملت مشاكل بعد كده بينه وبين عمر مكرم. ايوه كنا حكيناها برضه ان أيوة. هو في الاخر بعد ما عمر مكرم كان من السبب ان محمد علي يمسك ولايه مصر، وان هم يجيبوه على راس الحكم في مصر يعني. بعد كده محمد علي نفع عمر مكرم عشان كان معترض ان هو يعمل اسطول. طبعا. قال له بتاع ايه؟ قال له انت هتسالني كمان بتاع ايه؟ مش هتطلع بره. صح. هي الفتره دي هو ده الاسطول اللي عمل مشكله. هو كان الخليفه والسلطان عارف بامر الاسطول، هو كان بعت له قبل كده زي ما قلنا ان انا خفض من عليه الضرايب عشان عايز اعمل اسطول، فرجع قال له فاكر لما قلت لي خفض الضرايب؟ هخفض الضرايب وهبعت لك يعني هعمل لك كل الخدمات. محمد علي بدا يفكر في الموضوع بجديه. فزي ما قلنا محمد علي بدا يفكر في الموضوع بجديه، وازاي هقدر أأمن جيش يروح يحارب الدعوه الوهابيه. فكان اول قرار يعمله ايه؟ ذبح المماليك عشان نخلص منهم، مش عايز وجع دماغ. بالظبط، نخلص من ذنهم. وعمل مذبحه المماليك، عاملين حلقه عنها ندعو الناس تشوفها. وعملها على شرف الحرب في الحجاز. جهز جيش يعني قوي كبير بقياده احد ابنائه اللي هو كان قريب جدا الى قلبه، وهو توسن باشا. ويعني الجيش كان زي ما قلنا ما كانش الجيش حديث، مش الجيش بعد كده اللي هيحارب بيه محمد علي بقى بقيه حروبه يعني. كان جيش تقليدي مكون من اخلاط من العرقيات والناس، فهنلاقي فيه ترك وهنلاقي فيه ارناؤوط وهنلاقي فيه شركس وهنلاقي فيه اروام معناها يونانيين، وهنلاقي فيه مغاربه غالبا في الفتره دي معناها ليبيين، وهنلاقي فيه شوام، وهنلاقي فيه فلاحين، وهنلاقي فيه عرب فلاحين مصريين. ما كانش ابتدى يجيب فلاحين؟ لا كان ابتدى يجيب فلاحين في اول الحمله، في بدايه الحمله جاب فلاحين. بس كانوا فلاحين نقدر نقول عليهم مرتزقه. يعني كان فتح باب كده، يعني مش زي التطوع، تجنيد التطوع. التجنيد التطوعي ان عنده القدره الجسمانيه، ويعني يروحوا. كان غالبا اللي بيروح هم الناس اللي مش لاقيين شغل، اللي ما عندهمش اراضي، ما عندهمش وظائف، وعندهم قدره على حمل السلاح، وبياخدوا مرتب كوظيفه. وتحرك الجيش ده بقياده توسن باشا ابن محمد علي، وتحرك باسطول، تحرك من مدينه السويس الى مدينه ينبع في الحجاز. جميل. ونزل هناك. هنا ابتدت بقى الحرب بين جيوش محمد علي وبين جيوش الدعوه الوهابيه. نزل توسن باشا ابن محمد علي في ينبع، واشتبك مع الحاميه الوهابيه اللي هناك، واستطاع ان هو يقضي عليها بسهوله. وكان اول انتصار كان انتصار كده لطيف وخفيف، زي كده ويلكم درينك لمستر توسن باشا في اراضي الحجاز. بعد كده الحروب بتاعت توسن هتتطور. ذهب الى المدينه المنوره، وهناك وجد حاميه برضو بسيطه، اشتبك معاها اشتباك خفيف، قدر ان هو ينتصر عليها ويطرد الوهابيين من المدينه المنوره، واستعاد اول مدينه كده تم استعادتها من المدينتين المقدستين في الجزيره العربيه، وهما المدينه المنوره ومكه المكرمه. وبهذا الشكل عادت المدينه المنوره الى الدوله العثمانيه بجيش توسن باشا اللي هو جيش الوالي العثماني في مصر. جميل. بعد كده طبعا يعني لا انا ما قلتش حاجه، مش فاهم. بعد كده كان بيتعمق توسن باشا في حروبه مع الوهابيين، وبعد ما حقق عده انتصارات زي ما قلنا في المدن القريبه من الساحل، ساحل البحر الاحمر، حب يتعمق جوه الجزيره العربيه اكتر، ودخل بجيشه اللي هو يعتبر جيش قوي يعني. ويعني نقدر نقول اتغر بالانتصارات، وشاف ان الدعوه الوهابيه جنودها مجرد بدو، ما عندهمش التنظيم بتاعه، ما عندهمش خبره حربيه. وبدا يسير بجيشه في الطرق الجبليه في الجزيره العربيه. وهنا كانت اول مفاجاه لتوسن باشا، ان هو ماشي في طريق جبلي ما بين سلسله جبلين من هنا ومن هنا، تفاجأ ان جنود الدعوه الوهابيه هم فوق الجبلين وبيدقوه بالمدافع. ده في معركه الصفراء.
معركه وادي الصفراء. وادي الصفراء. بس يعني هو انت طبعا بتحكي الموضوع بشكل سريع، بس يعني الحرب دي قعدت مش عارف 4-5 ايام بيضربوا فيهم من فوق الجبال، حاجه زي كده. ما يعني مش ضربوهم ومشوهم خلاص. دي كانت حرب، دي يعني كانت حرب قويه جدا. وعشان كده قلت لك يعني ايه ان هم كانوا شجعان، لان هم دكوهم دكه رهيبه جدا. وبعد ما يعني امطروهم بالمدافع، كمان الفرسان الوهابيين بداوا يلاحقوا مقدمه ومؤخره الجيش بتاع توسن باشا، ويعني ينزلوا فيهم تقتيل وضرب اشرس، ونقول عليها ايه، واشجع الطرق. وكانوا فعلا شجعان جدا في مواجهتهم لجيش توسن باشا، وقدروا ان هم يحققوا انتصار بعد حرب دامت يعني لعده ايام زي ما انت قلت. وانتصر الجيش الوهابي، وهرب جيش توسن باشا مره اخرى، وعاد الى المدن اللي هو بيتحصن فيها في ينبع. جميل. وبعد كده دي كانت حرب خسر فيها توسن باشا. دي حرب خسر فيها توسن باشا. بدأ يكتب لأبوه، قال له بقى يعني الموضوع هنا أكبر ما احنا كنا متخيلين. القوات الوهابية مش قوات ضعيفة أو مشرذمة زي ما كان مصور لينا من مصادر مختلفة. وغير طبعا إن البيئة زي ما انت كنت بتتكلم، البيئة مختلفة تماما. تعبنا. تعبوا جدا. يعني زي ما قلنا اللي موجودين في الجيش مين؟ هم ترك، شركس، أروام اللي هم يونانيين، مصريين، محدش ليه دعوه بالصحراء، مغاربة بالظبط. كلهم جايين شعوب، اما شعوب زراعية نهرية أو شعوب بحرية، شعوب حياتها لطيفة، أكلهم جنبهم، اللي بيعطش بيروح أقرب بير أقرب نهر، اللي بيجوع بينزل صنارة يصطاد، ولا في مصر ياكل أي فرخة ولا حمامة. الدنيا لطيفة. هناك طبعا مفيش المياه، يعني مياه ابار طعمها بتبقى مصديه، طعمها مصديه، فيها انواع من البكتيريا وانواع من يعني الفيروسات او ما اعرفش ايه. لو حد مش ابن البلد هتصيبه طبعا بامراض في المعده قويه جدا. ابن البلد متعود عليها، جات له المناعه من هو صغير. في حاله ان هم لقوا ميه اصلا، ده في حاله بالظبط، في حاله ان هو لقوا ميه. يعني بعد ايام ان هو يلاقي بير ميه يشربوا منه بنهم، يتفاجئوا بقى يعني ايه سوري يعني باسهال وامساك وترجيع حاجات غريبه جدا. منه مش ان هو يروح مثلا يشتغل يقعد على كمبيوتر، ده راح يحارب. ده راح يحارب، ويحارب تحت شمس حارقه. فوقيه شمس حارقه وتحته رمال حارقه. لدرجه ان هنشوف ان توسن باشا في خلال الحروب دي، الحروب البسيطه اللي احنا اتكلمنا عنها، كان بيسير بالجيش ليلا وبيناموا في النهار. يقعدوا في النوم بقى كده ايه مفرهدين، وكل واحد بقى قاعدين بقى ايه بيهووا على نفسهم. لكن بالنسبه طبعا الجنود الوهابيه دي بيئتهم. توسن باشا ده على فكره على قد كده ان هو ما كانش يعني قائد مخضرم وكده، بس كان بطل، لان كان جين زي وقتها، كان صغير طبعا، 18 19 سنه جداً. حاجه صغيره. فيعمل حروب دي وينتصر في حاجات كويس. ده في رسالته لابوه بيقول له عدد كبير من القاده هرب من القاده الترك والشركس والارناؤوط وبتاع، لو الجو حر ومفيش اكل ومفيش شرب، احنا مش متعودين على الكلام ده. لكن هو قاعد وصمد. ابن صاحب الشركه يا باشا. ابن صاحب الشركه. فاميلي بيزنس ده كلنا هنضيع في داهيه كده، نروح في داهيه. ففي الفتره دي طبعا محمد علي باشا الوالي قرر ان هو يمد ابنه باكبر الامدادات الممكنه. وكان طبعا وزيره المحبب الى قلبه، واللي احنا هنا طبعا عاملين له تمثال جميل هنا، هو مين؟ لازغلي باشا. لازغلي باشا. لازغلي باشا نمري من المصريين اي حاجه تقدر عليها، فلوس، اكل، شرب، ذهب، مجوهرات، خيول، جمال، رجال، وكل ده يتشحن لابني توسن في اراضي الحجاز. هسألك سؤال يا كريم، معلش اوقفك هنا وبعد كده نكمل الحكايه. بس جالي سؤال دلوقتي. طبعا محمد علي كان ابنه الكبير ابراهيم هو الكوماندا الجامد بتاع الحروب وكده، ومع ذلك لما راح يواجه الوهابيين بعت لهم اعز ابنائه وهو كان صغير وليس مخضرم. فمعنى كده ان هو كان باصص للحركه الوهابيه ان هي فعلا حركه بدويه، اي كلام، الواد الصغير هيجي يخلص عليكم. ممكن جدا. وبعد كده تفاجئ بقى بالعزيمه اللي عندهم. ممكن جدا كان فعلا مغرور، شايف ان بدو زي مثلا، مع كامل الاحترام وانا راجل صعيدي وانتمي الى القبائل العربيه، اول مره هقولها بكل صراحه، وانا ايضا رجل صعيدي ولكن لا انتمي الى القبائل العربيه. لكن كان حروب محمد علي والمماليك مع القبائل العربيه اللي في الصعيد او في الشرقيه او في البحيره، كانت القبائل العربيه قويه وتتمرد وعامله قلق. لكن مع اي تجريده قويه كان المماليك او العثمانيين بيحرزوا انتصارات يعني غالبا.
الانتصارات القبليه كانت قليله يعني. هو كان متصور ان هم هيبقوا زي عرب الصعيد وعرب البحيره وعرب الشرقيه، لكن هو تفاجأ ان دول هي ملهاش علاقه بكون دول عرب وده انسان وده انسان، في الاول وفي الاخر كلنا عندنا نفس الاعضاء، مفيش حد يعني ايه الوهابيين ما عندهمش دراع زياده بيشيلوا سيف تاني. بس في حاجه مهمه بقى، عندهم عقيده بيدافعوا عنها. هم فعلا شايفين ان هم صح 100%، ان هم صح 100%، ان هم بينقذوا الاسلام، ان السلطان العثماني اللي قاعد في اسطنبول ده كافر مبتدع مشرك، وان ولاته على الدويلات المختلفه سواء في مصر في سوريا في لبنان في العراق هم اعوان للشيطان. هم كانوا مؤمنين بكده، وان احنا بننصر الدين، بنستعيد الدين مره اخرى من الترك الذين لا يفقهون شيئا في الدين، وان هم مش عرب زينا، مش ابناء الجزيره العربيه، لان هم ابناء الجزيره العربيه اللي هي موطن الاسلام وموطن الرساله، فنحن افهم منكم بالاسلام. يا محمد علي انتم مين؟ فهم كان عندهم كمان يعني ده نقدر نقول بالظبط ينطبق على الدعوه الوهابيه. خليني اقول الحته ديت بعد اذنك يا شادي. اتفضل يا كريم. شادي هو اصله البيج بوس، المكان بتاعنا والاستوديو بتاعنا. لازم استاذنك حبيبي. ان هم فعلا يعني الدعوه الوهابيه نقدر نقول هم التطبيق الحي لنظريه ابن خلدون في البداوه وفي العصبيه وفي الايديولوجي. هم مش عايزين نخوض فيها يعني، لكن ابن خلدون كان عنده فكره كده ان دايما الصراع ما بين الحضر والبدو. طبعا في ناس للاسف تستقطع كلام ابن خلدون، وبيقولوا شايف ابن خلدون بيشتم في العرب ازاي، وابن خلدون على فكره عربي يعني حضرمي في الاخر لو قريت اسمه من القبائل العربيه، فهو ما عندوش نظره استعلائيه ضد العرب، لكن هو بيصف فعلا حال مش العرب، بيصف حال البدو، ان دائما هناك دوله تعيش في رغد وتعيش في رفاهيه وتعيش في انحلال اخلاقي وفي ثروه طائله، وعلى الاطراف دي بتبقى في المركز، على الاطراف في البداوه. لكن عند ابن خلدون مش البداوه لا تعني البدوي العربي ابناء القبائل، هو القحط يعني لكن حتى ابناء الريف هو بالنسبه له بدو، لان هم بيعيشوا خارج الحواضر. احنا اتكلمنا قبل كده هنا مش فاكر في حلقه ايه كنا انا وانت، ان هل العرب حلقه الصعايده حلقه الصعايده هل العرب كانوا يفهموا معنى الحضاره زي ما احنا فاهمينه؟ فلا، هم كانوا الحضاره بالنسبه لهم اللي بيعيش في مدينه كبرى، عشان كده المدن الكبرى اسمها الحواضر. فعندنا ابناء الحضر وابناء الريف، حتى احنا كنا بندرسها واحنا صغيرين في المدرسه. في السعوديه وفي الخليج في ابناء الحضر وفي ابناء الباديه. فالمهم حسب نظريه ابن خلدون ايه؟ لا بقول لك مفيش ريف هناك. فحسب نظريه ابن خلدون ان بالشكل ده في عندنا زي ما قلنا ابناء الحضر اللي هم مترفين وفاسدين، وفي ابناء البدو او الباديه اللي هم عايشين في قحط، عايشين في حياه صعبه، لازم لهم عصبيه تجمعهم. ومش العصبيه مش بالضروره تجمع القبيله بس، لكن ممكن تجمع عدد من القبائل لمصلحه واحده، وهم السرفايفنج، يعني هم عايزين يعيشوا، عايزين يلاقوا مصادر الحياه، وان هم يفضلوا يتكاتفوا مع بعض قبيله في قبيله في قبيله، كل ده عشان يكونوا قوه يقدروا ان هم يكتسبوا بيها مصادر الحياه. وفي وقت من الاوقات القوه اللي بتكون من البدو او من الهامش بتستطيع او ترى في نفسها القدره على محاربه المركز واخذ المركز منه، وخصوصا لو المركز ضعيف في وقتها. بالظبط، هو دايما هو حسب نظريه ابن خلدون ان دي دايره، فالمركز بيبقى ضعيف في الفتره دي، ما دام ده قوي هو بيبقى المركز كده، وده عمال يعلى وده يوطى وده يعلى ميزان. فما دام الهامش او اللي هو هنا بالنسبه لنا البدو وصل للقمه، بيعمل ايه؟ بيروح هاجم على المركز، الهامش بيهجم على المركز وبيركبه وبيقضي عليه، وبيبتدي ان هو يبقى هو المركز. وبنلاقي بقى هنا حسب نظريه ابن خلدون سايكل فعلا ما بتنتهيش. وحسب نظريه ابن خلدون هو بيستخدم بعد كده في التمدن وفي العماره حتى، ان اول جنريشن في البدو اللي جايين واسسوا ان هم جم من الهامش واصبحوا المركز، عندهم افكارهم البدويه، بس في نفس الوقت دخلوا الحياه المدنيه او الحياه الحضاريه، فيبداوا يعملوا ميكس، وبيكونوا اشراس وقويين جدا، اقوياء جدا، وعندهم من العزيمه والاصرار والجهد وبيربوا جيل قوي، لكن يعني مش بقوتهم. بيتميز عنهم ان هو يعني متعلم مثقف متربي كويس مصروف عليه، لان هو اهله خلاص بقوا ملوك، لكنه لا يتمتع بالشراسه والقوه، لكنه يتمتع بالاداره والذكاء والاقتصاد والمش عارف والفنون وبتاع. فالجيل ده يطور
يعني ايه منحنى اخر، ياخد المدينه او الخلافه او الامبراطوريه لمكان، بيعمل سكند جنريشن، يعمل سكند جنريشن. بعد كده ثيرد جنريشن بيجي يكون متعلم اكتر ومتطور اكتر وما يعرفش حاجه عن كفاح الاجداد، بيكون نسي خلاص، وبقى بيتعاملوا بقى ان هم بقى ايه، بشوات، ملوك، اولاد ملوك. مع بقى الجيل الرابع والجيل الخامس بتنحل المسألة وبتبوظ خالص، وبيفقدوا بقى ونبتدي اللوب من أول وجديد، وبيكون في الهامش وتتكون عصبية جديدة عمالة تكبر 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 وبتنط عليهم، وهي اللوب شغالة. طيب رجوعا لموضوع توسن، ان هو بعت لابوه قال له احنا بنضيع يابا وبعت لي اي امدادات. فمحمد علي هنا هيبتدي يتصرف. محمد علي هيبتدي يتصرف. تشرب شاي؟ يا ريت ارجوك تشرب شاي. اللي حصل بعد كده ان محمد علي ما بعتلوش الامدادات وبس، هو بعت له الامدادات. اوعى وش النار قويه النهارده. بعت له نصيحه مهمه جدا. قال له يا توسن يا ابني، وانت بتحارب احنا مش بنحارب وبس، لازم تشتري الرجاله، لازم تشتري الناس اللي حواليك. فعمل له ايه؟ بعت له فلوس، بعت له فلوس وبعت له هدايا، وقال له بعت له أتواب من الحرير، القماش اللي هم كانوا بيسموه القصب اللي هو مطرز بالذهب، سيوف مرصعة وخناجر مرصعة بالأحجار الكريمة، عطور غالية، بخور غالي، الحاجات اللي محتاجينها في الحتة دي، الحاجات بتاعت الدلع اللي زي دلوقتي معرفش بقى، الحاجات الغالية بقى قوي دلوقتي، راح بتجيب لواحد عربية مازيراتي مثلا ولا حاجة كده. قال له الحاجات دي توزعها هدايا على زعماء البدو اللي حواليك، المنطقة اللي بتتمركز فيها أكيد حواليها بدو، احنا هنا كلهم بدو، تدعو رؤساء القبائل وتغرقهم بالهدايا بالفلوس، تعمل لهم ولائم ضخمة جدا. زي ما قلنا الحياة هناك قاسية، الناس متعودة على حياة متقشفة، فأنت لما تعمل لهم ولائم وتديهم هدايا وسيوف من ذهب وعطور وملابس حريرية تشتري ولاهم 100%. ومع الجيش اللي هو بعتوله طبعا عمل كده طبعا الأستاذ توسن باشا، وقدر يكسب الناس، وقدر يكسب كلهم. قالوا له حلو، رقبتنا يا باشا، حرفيا هو كان باشا بقى، رقبتنا يا باشا احنا معاك. وقدر يكسبهم في صفه، وقدر بالجيش اللي بعته مع محمد علي وان هو يعيد تنظيم الجيش بتاعه بعد الهزيمه المنكره اللي تلقاها في وادي صفرة، ان هو يطلع بالجيش ليحارب الوهابيين. حلو. الوهابيين لما شافوا جيشه منظم بهذا الشكل، وطبعا مش كده وبس، لان هو اشترى ود القبائل العربيه. القبائل العربيه قبل ما هو يتحرك بالجيش كانوا خرجوا قبله يؤمنوا له الطريق، يشوفوا لو في اي يعني اخبار ينقلوها له زي الجواسيس، يعني يحفروا له الابار، ينظفوا له الابار، الكلام ده كله، يروقوا عليه. واتحرك فعلا بالجيش بتاعه. القوات الوهابيه كانت ما زالت في وادي صفرة لما شافت جيوش توسن باشا بهذا الحجم العملاق وبالتنظيم وبالترتيب وبالمدافع، وان هم بقى مش زي المره اللي فاتت واعيين وصحيين بقى ايه لكل حركه. بينسحب الوهابيين من وادي صفرة. وادي صفرة هو المؤدي الى المدينه المنوره، وبيستطيع ان هو يستعيد المدينه المنوره وبيدخلها مره اخرى وبيعلن سيطرته الكامله عليها. جميل جدا. وبعدين طبعا احنا قلناها كده باختصار، لكن هو يعني ايه، هم تحصنوا الاول في المدينه، وهو يعني رفض ان هو يضرب المدينه طبعا بالمدافع وكده، احتراما طبعا المدينه المقدسه وكده، لكنه عمل حركه صايعه شويه، ان هو زرع شبه قنابل، يعني ايه، اوعيه فيها بارود داخل اسوار المدينه وبدا يفجرها. بعد كده طبعا دخلها، يعني التحصينات ما كانتش قويه لعدم توفر الحجاره المنظمه وفعلا قدر زي ما قلنا ان هو يدخل المدينه ويستعيدها، وخلاص اصبحت المدينه مركز مره اخرى من المراكز العثمانيه والوهابيين بيهربوا منه. جميل. بعدين لكن في حاجه كده اشاره مهمه، ان توسن باشا عمل فعل يعني نقدر نقول عليه فعل مش لطيف بالمره، ان هو عمل مجزره في الوهابيين، في الجنود الوهابيين. لما دخل وعد اهالي المدينه المنوره بالسلام، وفعلا ما عمل لهمش اي حاجه، لكن اي حد كان ينتمي الى الدعوه الوهابيه ذبح بلا رحمه وبلا هوده. وده طبعا يعني هيستمر معانا المنظر ده والمشهد ده شويتين ثلاثه لغايه الاخر تقريبا. لغايه الاخر تقريبا. وفي الفتره ديت راسل معظم القبائل العربيه والبدو، وعمل معهم زي ما احنا قلنا، اغدق عليهم المال والهدايا وكمان مش كده وبس، ده بعت لشريف مكه اللي قلنا كانوا الوهابيين طردوه، كان اسمه الشريف غالب،
وراح قال له ان انا هوعيدك على مكه. وعمل الحركه دي لسببين. اول سبب ان هو يطمئن القبائل العربيه ان انا مش جاي عشان افرض سيطرتي، ادي واحد منكم، واحد انتوا عارفينه وكان شريف جاي مكه بخلصكم قبل كده، انا جاي بخلصكم من الوهابيين. والحاجه الثانيه ان هو هيكون كده شريف مكه تابع ليه، لان انا اللي رجعتك مكانك. وهو فعلا بيقدر فعلا ان هو يستعيد مكه بعد حروب بسيطه كده مع الوهابيين اللي كانوا حوالين مكه. ان هم طبعا زي ما قلنا ان تمركز الوهابيه، الدعوه الوهابيه في الدرعيه في نجد، فجغرافيا هي بعيده جدا عن نجد، مناطق الحجاز، فكان برضو التواجد فيها مش نجد قوي. دي في قلب السعوديه. نجد هي قلب الصحراء، قلب الصحراء العربيه. غربها الحجاز وشرقها مناطق الاحساء اللي هي كان زمان قديما بتسمى البحرين. البحرين مش دوله البحرين بس، اللي هي كان الخليج ده كله بيسمى البحرين يعني. وبعد كده زي ما قلنا بيقدر يدخل مكة سنة 1813 وكده بيعيد مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى حضن الدولة العثمانية مرة أخرى. والسلطان العثماني بيصبح لمرة تانية هو خادم الحرمين الشريفين بعد ما كان اللقب ده اتاخد منه. في الفترة دي بقى في حاجة مهمة. هل الوهابيين وقيادة الدعوة الوهابية كانوا قاعدين ساكتين؟ لا طبعا، لا مستحيل. في عندنا الامير سعود الكبير، وامير سعود الكبير هو امير يعني ايه جدير بالاعجاب. شخص ذكي جدا، داهيه زي ما بيقولوا، داهيه حربيه. داهيه حربيه، راجل سياسي وذكي ومحارب، ويعرف امتى يقتنص الفرصه وامتى يترك المجال لغيره. الفتره دي كان بيراقب بشده، وتصن طبعا فرحان بانتصاراته ان هو اخذ بقى مكه والمدينه وجده وينبع وكل المدن الكبيره في الحجاز، وبدا يتعمق داخل الجزيره العربيه في قلب الجزيره العربيه، ظنا منه ان هو هيوصل للدرعيه. فعلا مشي بجيشه، لكن الامير سعود او سعود الكبير زي ما كان بيسمى قدر ان هو يخرج بجيش عملاق. انت معلش قلت لي الدرعيه دي هي المقر الرئيسي للدعوه الوهابيه. عاصمه الدوله وقتها يعني. الدرعيه دي اللي هي الرياض حاليا. اللي هي الرياض حاليا. وفعلا بيخرج الامير سعود بجيش عملاق، المؤرخين بيقولوا ان هو من 30,000 فارس من البدو، وبيحتل كل الطرق اللي بتؤدي يعني للحركه داخل الجزيره العربيه. فطبعا جيش توسن ما بيعرفش يتحرك بشكل كامل. بعد كده هيتفاجئ جيش توسن بهجوم مباغت من القوات الوهابية بقيادة سعود الكبير، وأحيانا بقيادة ابنه الأمير فيصل بن سعود. وبيهجموا يعني بيستنوا، بيحفروا خنادق وعاملين خطط حربية ذكية جدا. وأول ما بيلمحوا جيش توسن بيهجموا هجوم يعني هجمة رجل واحد. هجوم ساحق سريع مباغت. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل دربكة وفوضى كبيرة جدا في جيش توسن. جيش توسن ما بيلحقش يحارب، معظم الجنود بيهربوا من أرض المعركة، وجيش الوهابيين بيحقق انتصار قوي جدا على الجيش العثماني أو الجيش اللي مبعوث من والي مصر على الحجاز وعلى إقليم شبه الجزيرة العربية، وبيحقق انتصار مدوي، وبيغنم كمان معظم المدافع ومعظم البنادق وكتير جدا من السلاح المتطور اللي كان بيدي ادفانتج او يعني الابر هاند للجيش العثماني. فدلوقتي اكيد توسن هيروح يستنجد بمحمد علي باشا. توسن طبعا هيرجع بسرعه على المدن اللي هو مسيطر عليها ويتحصن بيها، وبيبعت لابوه ويقول له ان المعركه الاخيره مع القوات الوهابيه يعني افقدتنا كل حاجه، وكانت معركة شرسة جدا، والوهابيين خرجوا بمظهر مرعب. 30,000 جندي. يعني 30,000 جندي ده يعني مثلا نص استاد بالظبط. نص استاد بالظبط طالعين بيجروا على ودي يعني سلاح. يعني أول مرة يعني معظم حروبهم كانت حاميات صغيرة جدا إلا في معركة وادي صفرة. لكن وادي صفرة كان فيه يعني إيه خطة وحيلة ومفاجأة. لكن ده احنا لأول مرة نشوف جيش مرعب قدامنا من البدو بيهجموا علينا هجوم يعني ايه ألقى في قلوب توسن وجيشه الرعب. هو بيبعت لأبوه ويقول له يا بابا الحقني يا بابا، الوهابيين ادوني على عيني وانا مش عارف اعمل معاهم ايه. حلو. محمد علي ما بيسكتش بقى. هو محمد علي ما بيسكتش وبس، ده محمد علي يعني بيغضب جدا. عشان كمان هنلاقي بعد المعركة ديت للمرة الثانية عدد كبير من الجنرالات والقيادات التركية والشركسية فلقوا. الله ينور عليك. فمحمد علي بيقول لهم يعني نهاركم اسود، ده انا بعت ابني
ابني حبيبي الواد الصغير اخر العنقود وتعملوا فيه كده، وعمال كل شويه ابعت لكم فلوس قد كده، والجيش ده ما هو بياكل وبيشرب ومحتاج حيوانات يعني نقفلها بقى. يعني عامل لكم إيه اكتر من كده. فمحمد علي قال لهم لا الكلام ده مش هينفع. قالوا لا زغلي لم لي ضرايب من المصريين على قد ما تقدر. المصريين يعني حضر لي العربيه الكاديلاك بتاعتي انا جاي. حضر لي العربيه الكاديلاك. المصريين فعلا يعني تحس احنا مالنا احنا يعني واحد مصري قاعد في انا مالي انا ومالي يعني ايه. الاخوه في شبه الجزيره العربيه عندهم دعوه دينيه وبيحاربوا السلطان العثماني، انا واحد مثلا فلاح في المنيا، انا ذنبي ايه تيجي تاخد الحمار بتاعتي؟ ممكن بدايه اللي هتعمل لكم الليله يعني. فالمهم بيقرر مستر محمد علي ان هو انا رايح بنفسي، رايح بنفسي اشوف ايه اخرتها ايه الوهابيين دول. وخرج بجيش تقريبا من 4000 مصري، 4000 مش مصري بقى، 4000 من الاخلاط، اخلاط الناس. مره تانية منهم مصريين مش لاقيين شغل دخلوا التجنيد، منهم اتراك، منهم شركس، منهم ارناؤوط، منهم بقايا المماليك الصغيرين. وخرج بيهم. بس ما يعني الغريب بقى ان محمد علي كان بيعمل ريكروتمنت من عنده، بس ما كانش بيطلب وقتها من الدوله العثمانيه ان هي تبعت له مثلا امداد ب 10000 رجل ولا 20000 ما هو رجل. المثل بيقول لك مش عارف ايه كان نفع نفسه. كان هم اللي راحوا حرب. كان راحوا حرب يعني. السلطان العثماني ده كان قاعد في الاستانه وسط القصور والول قاعد بيلعب. ناس بتزعل مننا لما بنتكلم عن السلطان العثماني كده، بنتكلم عليه كرجل سياسي كشخص يعني كشخص حاكم دولته بتتفتت واحنا دولته. يعني سيبك بقى ان الناس يقول لك ده احتلال ده فتح ده غزو ايا كان، لكن في الاول وفي الاخر احنا كمصريين ولا سوريين ولا عراقيين ولا لبنانيين ولا ليبيين ولا حجازيين، ما احنا حياتنا تحت حمايته المفروض. وحياتنا ضنك بسبب تكاسله وبسبب يعني المهم، وان العالم كله بيتطور وبيدخلوا بقى في مراحل جديده وهو قاعد ده مهم. خلينا يعني محمد علي اخذ بقى الحصان بتاعه وطلع على السويس، ركب المركب راح على ينبع، ومن هناك وصل الى جده، وهناك قابل ابنه. ابنه كان محاصر في الطائف، وهو راح على جده وراح اجتمع بقى ايه بالقبائل العربيه والبدو اللي هو كان ابنه اشتراهم بالفلوس واغدق عليهم المال، وشريف مكه الشريف غالب والناس دي كلها. محمد علي قال لهم بقى ايه مش ينفع، انا جيت بقى واهلا وسهلا، ايه انا لسه عامل مذبحه في المماليك وممكن اعمل فيكم مذبحه عاديه جدا، انا مش جاي اهزر. انا مش بتاع هزار. ايه ابني مش عارف ينتصر ليه؟ فلوس واديتكم، سيوف ذهب واديتكم، حرير اديتكم، بخور. اتكلم في الحضان مثلا، ابني ما بيتعلمش ليه عندكم؟ ابني ما بيتعلمش عندكم، ابني جاي ينتصر، ابني مش جاي عشان يتبهدل. ده امه هتزعق لي، انا مؤاخذه يعني انا بنتكلم طريقه سخينه بس عادي يعني الناس احيانا بتتضايق. هو ده الحقيقي، بس كان بطريقه ثانيه. بطريقه كان غاضب جدا، بيقول لهم لا انا فعلا هعمل مذبحه فيكم، انتوا اخدتوا كميه فلوس مهوله، هدايا مهوله، كل حاجه، وانت شريف مكه احنا رجعناك على مكه. فين بقى حلفائك وفين جيوشك؟ مش انتم المفروض ناس اصحاب الارض يعني، هم الوهابيين، هم ابناء الجزيره العربيه وبيحاربوا، انتوا ابناء ايه؟ مش ابناء الجزيره العربيه، والمفروض انتوا كمان ليكوا وبتاخدوا الثمن. فانا مش هديكوا فلوس، انا هديكوا حياتكم وننتصر، عشان لو ما انتصرناش هقتلكم كلكم، انا هقتلكم بنفسي. مش هتبقى حربي مع الوهابيين، هتبقى حربي معاكم. وهنا بقى ايه زي ما يقال باللغه العربيه وارتعدت فرائسهم، يعني رقبهم بقت تخبط في بعض. قال لك يعني ده جبار، ده جبار. والراجل بقى مش هيجي بقى ايه، هو مش عامل كده وبس، هو عشان يعمل لهم عبره جاب شريف مكه الشريف غالب وجابه كده، قال له انت يعني ايه راجل مفيش منك رجا، كفاياك كده اتفضل على القاهره، تمام، في القاهره، وفي القاهره ما هنتصرف، هنشوف هنوديك فين بقى، عشان انت ايه قاعد بتلعب. وفعلا بيتم نفيه الى اليونان بعد كده. الراجل ده انت بتتكلم شغل شركات بحت، ده مش شغل ملوك ودول. يعني هي واحده على فكره، هي واحده والله. وابن محمد علي خلاص بعد ما عمل اللقطه دي، ابن محمد علي ما زال في الطائف، محاصر في الطائف. محاصر في الطائف متحصن، ومحمد علي بيشوف بقى ايه بيحل الوضع. طيب معلش انا هخرجك بس وهخرجكم بره الموضوع الثاني، اسال سؤال سريع كده. يعني ايه انا اكون محاصر العدو بتاعي وما بقضيش عليه؟ بحاصره بعمل ايه انا؟ يعني محمد علي جه من مصر وعدى وراح وقعد مع الناس واتكلم، وهم دولت لسه محاصرينهم. طب ما كانوا دخلوا عليهم خلصوا. القوات الوهابيه يعني اللي محاصره تسن. ما طبعا يعني هو محصن في قلاع، في اسوار وحجاره وهم طبعا القوات الوهابيه رغم كل يعني
انتصاراتهم وشجاعاتهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، لكن برضه ما كانش عندهم اسلحه حديثه. فهو بالنسبه له الجدار ده عائق مانع، وفي نفس الوقت هو صحيح موجود لكن البيز بتاعه في الدرعيه، فهو مش بكامل قوته في الحجاز في الطائف، فهو بيحاصر على ما يجيله الامدادات من الدرعيه، وتصن بيحاول ان هو يعني ايه يستميد او يصمد لغايه ما كمان كل واحد فيهم مستني امدادات، واحد امدادات عشان تنقذه، واحد امدادات عشان تديله ادفانتج اكتر. اوكي فهمتك. وفي الفتره دي يعني يا ريت. وفي الفتره دي هنلاقي كمان ان محمد علي هو بيتخانق مع القبائل، وبيتخانق زي ما قلنا، بتيجي قبائل من الجنوب من مناطق عسير وتتحرش بالجيش المصري او الخاص بمحمد علي يعني، وكل شويه تديهم كده ايه علقه محترمه ويهربوا. فهو كان محمد علي يعني في يأس واحباط المشهد قاتم جدا. محمد علي عمال يتخانق مع القبائل العربيه والبدو ونفى شريف مكه، وفي نفس الوقت جيشه اللي جاي بيه بتيجي هجمات زي بتسمى كده في السياسه او في الخطط الحربيه يعني حروب عصابات تهجم عليه كر وفر سريع جدا، وابنه محاصر في الطائف. وهنا بيشتغل بقى ايه عقل محمد علي، زي ما قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت الراجل ده دماغه سم. بيبعت رساله لقائد الجيش اللي بيحاصر ابنه في الطائف، رساله من سطر واحد بيقول له فيها ايه؟ بيقول له خليك مكانك انا جاي لك. على فكره انا قريت المعلومه دي بس هي مش كده. ايه بقى؟ عشان انا قريتها في الشيت. اوكي. ده هو هيطلع اسير من عنده وهيديله رساله يوديها لتوسن. هيكتب لتوسن انا جاي لك محضر جيش كبير ومش عارف ايه اللي هي الرساله دي. أيوه. وبيحلف الراجل ان الرساله دي ما تقعش في ايد حد تاني. فالراجل بيروح فعلا يديها للناس ايوه. هو كان اسير ينتمي الى الحركه الوهابيه. فبعت له رساله قال له بص انا هستأمنك بس تودي الرساله دي لابني. هو كان عارف ان الاسير اصلا متحلف على المصحف، فهو بالنسبه للاسير اصلا يا محمد علي انت كافر اصلا بعيد عن اي حاجه حلفان ايه يعني انت راجل بالنسبه لي زنديق. فهو الراجل قال له طبعا ماشي يعني اخده على قد عقله، وراح ذهب لقيادته اللي هي القياده الوهابيه. فقالته بيقول له ايه ما تتحركش انا عندك انا جاي لك. فهي تمشي للاثنين ماشيه ورا. فهو قال له ايه ده باعت لابنه بيقول له انا جاي لك وانتظرني، وده جاي من مصر. ويعني ما بنحبش قوي نبالغ في الحاجات ديت، لكن في الفتره دي مصر كانت دوله مهمه او ولايه مهمه. الحجاز ونجد واقليم الجزيره العربيه كان اقليم فقير جدا، فبالنسبه لهم باشا مصر جاي وبيوعد ابنه بالنصره، وابنه مش قائد عنده، فهو هيجي يفتك بينا. يفتك بينا، فايه الحق واجري. وفعلا انسحبت القوات الوهابيه سريعا جدا علشان لا تلاقي جيش محمد علي الوهمي ويعني ايه يكتفوا بالسلام وخلاص. وبيتحرر توسن وبتعود طبعا ايه السيطره سريعا بعد الحركه ديت ببضع يعني معارك بسيطه جدا للسيطره على مكه والمدينه والطائف وجده وينبع وكل المدن المهمه اللي على اللي في الحجاز يعني، واللي قريبه من الساحل البحر الاحمر يعني. حلو. وتقال بيرجع توسن على مصر وقتها كمان. بعد كده يعني لسه شويه يعني، بس يعني بعدها. وبعد كده قدر ان هو زي ما قلنا يرجع كل المدن المهمه في الحجاز، ويرسل مره اخرى للسلطان العثماني ان الحجاز رجعت لنا مره ثالثه. كل شويه الحجاز بتروح وتختفي. قال له كده واطمئن يا جناب السلطان الحجاز معانا وانت رجعت خادم الحرمين الشريفين. حلو قوي. وبس. بعد كده ايه بيقال ان هو في الفتره دي زي ما انت قلت لي قبل كده ان هو بيؤدي فريضه الحج لتاني مره. بيؤدي فريضه الحج لتاني مره. انا اظن عن نفسي ان هو بيعمل ده كنوع من انواع الادفيرتايزنج للحج، علشان طبعا الحج كان له فوائد تجاريه وماديه يعني، لان هو كان لسه حاجج من مفيش. اول ما وصل حج فراح حج تاني بعد ما خلص، فبالتالي كان بيعمل دعايه بيقول لهم ان المكان هنا امن وسالم وانا بنفسي حجيت، لذلك كل اللي عايز يحج يلا يجي دلوقتي واحنا هنأمن له طريق الحج يعني. طبعا عندك حق. بس هو في الفتره دي بقى عندنا الامير فيصل ابن سعود. هنا نقول حاجه ان الامير سعود الكبير بيكون مات وبيكون تولى الامر ابنه الامير عبد الله بن سعود، وقائد الجيش هو فيصل بن سعود.
ويعني ايه، عبد الله بن سعود ما كانش بقوه ابوه ابدا. ما كانش بقوه ابوه ونفس القدرات السياسيه يعني. لكن فيصل بن سعود اخوه كان قائد عسكري مهم جدا، وبينظم طبعا، بيبقى قاعد مراقب، والجواسيس والبدو بينقلوا له الاخبار وكل حاجه، فبينظم جيش قوي للغايه، وبيقرر ان هو يذهب الى محاربه جيش محمد علي وابنه في مناطق الحجاز. ابنه توسن. وابنه توسن. وفعلا بيخرج وبجيش قوي للغايه، منظم زي الجيش اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي انتصر على توسن. لكن محمد علي اول ما بيعرف بيجهز الجيش. هنا بقى احنا قدام بقى ايه، عقلين جبارين. محمد علي كقائد عسكري وقائد اقتصادي وسياسي وكل حاجه، محمد علي ده نتكلم فيه بكره يعني كعقلين. وفيصل بن سعود كمحارب شجاع ومخطط استراتيجي قوي جدا. محمد علي بيوصل الاول وبيتركز في اماكن معينه، بدل مش هم جايين يحاربوني، انا خرجت في الصحراء واخترت اماكن معينه، بيختارها طبقا طبعا ايه للاند سكيب تبقى في صالحه. الجبال، الانهار، مفيش انهار، الابار، التبب، الهضاب، الكلام ده كله وبيسيطر عليها. وفي الفتره دي هنلاقي ان طبعا زي ما قلنا ان مفيش اكل ومفيش شرب ومفيش ميه ومفيش اي حاجه يعني والجيش خرج بدون امدادات كبيره جدا. فيعني محمد علي بيأمر بحاله من التقشف، وان احنا كل واحد هيكون ليه مقدار معين من الماء، مقدار معين من الاكل، من التمر. ومحمد علي والاكل هيكون في اوقات موحده، كلنا هناكل مع بعض. ومحمد علي بيلتزم بنفس البرنامج الغذائي بتاع العساكر وبيطلع ياكل معاهم. فطبعا العساكر بتحس ان الباشا والي مصر بياكل زينا وبياكل معانا وبيكتفي بتمرتين، وبنشوفه طول النهار راكب حصانه وعمال يلف ويشرف على التدريبات. لا، في حاله من الالتزام والانضباط والشعور بالمسؤوليه. فده طبعا بيقوي عزيمه الجنود اللي في جيش محمد علي. وبتحصل المواجهه في منطقه اسمها بسل تقريبا، او بسل بين الباحه والطائف. وبتحصل معركه قويه جدا وبتستمر تقريبا ل 15 ساعه او 12 ساعه، مش متذكر. وبيستطيع محمد علي ان هو يحرز انتصار ساحق وماحق ضد القوات الوهابيه وضد فيصل بن سعود، وبيسيطر على الحجاز بشكل كامل. والقوات الوهابيه بترتد وتعود الى الدرعيه والى مناطق نجد مره اخرى، وتترك الحجاز لحاكمها الجديد وهو محمد علي باشا. جميل. في الفتره دي محمد علي طبعا خلاص بعد ما يسيطر على الوضع بيعرف ان في مؤامره من واحد اسمه لطيف باشا، كان عايز يعمل انقلاب عسكري للسيطره على مصر بقى بعيدا عن الحجاز وشبه الجزيره العربيه. محمد علي اول ما بيسمع يروح عامل نفس الحكايه، ايه خلاص ده اللي انا كنت عامل حساب، ده انا كنت عامل حساب، ويركب نفس الحصان يوصل لغايه البحر، يركب المركب يروح للقاهره، يذبح لطيف باشا ويذبح كل الناس اللي تبعه، ويقعد على الكرسي يقول انا مش هتحرك بقى يا جدعان وشوفوا ايه اللي هيحصل. ابن توسن باشا بيبعت لمحمد علي وبيقول له ان عبد الله بن سعود اللي هو دلوقتي حاكم الدرعيه بيراسلنا وبيطلب الامان، وبيطلب خلاص ان احنا نعمل مصالحات. حلو، ايه رايك؟ فمحمد علي بيقول له وماله، بس احنا عندنا شويه شروط. اول شرط ان هو يرجع كل النفائس اللي اخذها من مسجد المدينه المنوره، وكان في نفائس هناك يعني وزي شمعدانات يعني من ذهب واحجار كريمه اي حاجه فيها فلوس، اي حاجه فيها فلوس. والحاجات النفائس هي كمان حاجات اثريه. السلطان كان بيبعتها، ولي مصر، ولي العراق، ولي دمشق، احيانا طبعا حاكم فارس او غيره. المدينه المقدسه الكل بيتسابق بتزيين المسجد بتاعها يعني. فكل الكلام ده يرجع. وتاني طلب ان هو يسلم كل قواته ويدينا الدرعيه. وتالت طلب ان هو يسلم نفسه ويجي لنا لغايه القاهره، واحنا هنوديه الأستانة بقى عند مولانا السلطان في اسطنبول. فيعني ايه، توسن بيحس يعني ان المساله اوفر شويه يعني ويبعت لعبد الله بن سعود ابو نصر، طب ما انا يعني انا اسمها ايه، هتصالح معاكوا ليه؟ بس كان هيتقبض عليا. ايوه، ما قال له انا نفائس مفيش، خلصنا. قال له النفائس خلصت اصلا، احنا بعناها وسيحنا الذهب وعملنا بيها الامدادات اللوجستيه بتاعت الجيش. والدرعيه خلاص انا هسلمها لكم فعلا، انا مش عايز حاجه يعني، بس هسلم نفسي كمان واروح اموت. طب ما انا ليه بعرض العرض ده يعني؟ طب اموت في الحرب، واكرم لي يعني.
فبيرسل رساله توسن بيقول له ده كلام باباه، هو اللي بيقول الكلام ده. بس ده محمد علي قال الشروط دي لانه هو عارف ان هو هيترفض، هو كان عايز يخلص عليه. هو عايز يخلص عليه، هو مش عايز مجال للمفاوضات. بدليل ان رسل من عبد الله بن سعود بتسافر الى القاهره وبتحاول انها تتفاوض مع محمد علي في الشروط دي. محمد علي هو بيقول له عاجبكم على كده اهلا وسهلا، مش عاجبكم احنا هنكمل. فهو واضح طبعا ان هو مش عايز صلح، هو زي ما بيقولوا بيطلب طلبات تعجيزيه، هو عايز يخلص عليهم. هو عايز يخلص عليهم. لو انتوا ناويين ان انتوا تستسلموا لا تتقتلوا، انتوا ليه تستسلموا؟ وده فعلا اللي بينجح فيه في النهايه يعني زي ما هنشوف يعني. جميل. وبعدين بقى فبيكملوا الحرب بقى طالما الصلح ما حصلش، فبيكملوا الحرب. بيكملوا الحرب، لكن توسن طبعا كان بيكون صابه المرض وتعب، ويعني بيجي له الطاعون. بيجي له طاعون. ملف توسن يعني ملف حزين يعني، وبيرجع لمصر وسرعان ما بيموت يعني. وفي الفتره ديت ابراهيم باشا هو اللي هيتولى مساله او الملف الخاص بالدعوه الوهابيه. جميل. وما ادراكم من ابراهيم باشا؟ ابراهيم باشا ده احنا هنعمل له حلقه، بتجهز دلوقتي بس هنعمل له حلقه ليه لوحده لانه ده حدوته ثانيه. ده ابراهيم باشا يعني هو، انت قلت كلمه عجبتني قوي في الحلقه اللي فاتت اللي كنا عاملينها مع محمد علي، قلت ان هو شريك محمد علي. يعتبر شريكه في الحكم. هو يعتبر شريكه في الحكم، يعتبر هو مؤسس الدوله مع محمد علي. وان محمد علي بدون ابراهيم باشا 80% من دولته مش هتكون موجوده بدون مبالغه يعني، كعقليه وكعقليه سياسيه وعقليه حربيه واستراتيجيه. وهنشوف حتى في كتاب يا لهوي نسيت اسمه، المساله المصريه بتاع محمد صبري السربوني، لما نشوف المحاضر اللي كان ما بين بين ابراهيم باشا وما بين القناصل الانجليز والفرنساويين اثناء معاهده كوتاهيه، هنشوف عقليه جباره. راجل فعلا راجل سياسي دبلوماسي، راجل سياسي دبلوماسي عسكري حربي اقتصادي، لا راجل يعني مثير للاعجاب. مثير للاعجاب، وان كان راجل عنيف جدا يعني. فالمهم هيكمل ورا اخوه توسن. مسافر عشان يكمل ورا اخوه توسن، وبيعمل زي كل مره بيكلموا انكل لازغلي، انكل لازغلي هات لنا فلوس. انكل لازغلي بيبعت الناس يا مصريين كل واحد هات انت الساعه اللي انت لابسها دي، وهات انت مش عارف ايه. وبيروح بجيش جديد، والجيش اللي هناك موجود جيش توسن اصلا ما زال موجود. بيروح بجيش جديد ومعاه بقى عدد كبير جدا من الخيول ومن الجمال ومن الابقار والماعز وكل شيء، ثروه متحركه. وبيوصل فعلا الى، واخد معاه عدد من المدافع الحديثه، واخد معاه بعض الخبراء العسكريين الاوروبيين وخاصه الفرنسيين. فانا رايح، اللي هم اصلا كانوا بيحاربوهم في الاول. اللي هم كانوا بيحاربوهم في الاول، ونشأت علاقه. احنا عارفين ان اسس الجيش المصري اصلا سليمان باشا الفرنساوي يعني، اللي هو فرنساوي، واسلم واصبح واحد يعني من رجال محمد علي يعني. هي كلها بتبتدي كده في الاول. هم كلهم بيبتدوا محبه الى بعد عداوه. واحد كان كاتب لنا تعليق بيقول ان محمد علي جاسوس غربي ومش عارف ايه. جاسوس عند مين؟ ما لناش علاقه البلد بتاعته. في ناس يعني بتكتب حاجات غريبه يعني، لكن وبعدين بقى ابراهيم بياخد الحاجه وبيطلع على الحجاز تاني يكمل الحرب مع عبد الله ابن سعود. بالظبط. وماذا بعد ذلك؟ بعد كده بيروح بالجيش الجديد بتاعه وبيقابل نفس البدو اللي هم تعاونوا مع توسن اول مره، وبعد كده باعوه تاني مره، وبعد كده محمد علي راح لهم تاني مره وزعق لهم وهزقهم، فتعاونوا معاه تاني مره، وبعد كده واضح ان هم ارتدوا مره اخرى. فابراهيم باشا بقى ايه، بيروح هو راجل ما شاء الله عليه، راجل بجد. انا مش بزعق زي بابا، مش زي علاء ولي الدين، انا مش في الشده جديد، انا زي بابا بالظبط. لا هو بيروح فين البدو دول قاعدين، دول مثلا اخدوا مننا فلوس، ودول اخدوا مننا فلوس، ودول اخدوا مننا فلوس، طب يلا بينا نحاصرهم وننصب المدافع حواليهم ونبتدي ضرب. يلا من غير كلام. يلا احنا هنتكلم بقى. بابا زعل لكم من 2 3 وانتم ما جاش معاكم، وكان اخويا عمال يديكم فلوس فانا انا داخل ادبح فيكم. وفعلا بدا يضرب القبائل البدويه التي كانت تعاونت مع توسن ومحمد علي من بعد يعني، واظهرت احيانا تعاون واحيانا بعد كده انقلاب على الوالي وابنه. وبدأ فعلا في ضربهم ودكهم بالمدافع الحديثة العملاقة اللي كانت شبه الجزيرة العربية يعني ما تعرفهاش نهائي. هو بلا هوادة علشان يبقوا عبرة لمن يعتبر. بالظبط. وفي الأول طبعا ما حصل الكلام ده، القبائل العربية بتروح جري مهرولة قيادتها إلى إبراهيم باشا وبتقول له هنقدم لك كل شيء. فبيقول لهم أنا عايز بقى المرة دي، أنا عايز فلوسكم وعايز جمالكم وخيولكم والماعز والماشية بتاعتكم ورجالتكم تحارب معانا، ومش هديك ولا مليم. انت هتحارب معايا والمسدس في قفاك، هتقول اي حاجه طلقه. ده مفتري. انا مش جاي اهزر، انا جاي
اعمل حملات اباده. هو ده فعلا اللي هيعمله. يعني ابراهيم باشا زي ما قلنا ذكي مناور محارب، لكن هو كان راجل عنيف وشرس بشكل غريب. ما هو زي ابوه ما كانش بيتفاهم، كان بيدبح على طول على السكوت. محمد علي كان سياسي. يعني انا هديك ايه حبل انت هتشده وانا هشد، هو التاني لا انا هحس انت مش هتشده معايا هتلعب هنخلص. يعني هو كده ابراهيم باشا سيطر على الحجاز بشكل كامل ولا عمل ايه؟ كده خلاص سيطر على الحجاز بشكل كامل زي ما قلنا. بعد ما مسك البدو يعني ايه، مش اداهم كلمتين، اداهم مدافع فوق رؤوسهم. يعني قدر ان هو يقضي على كل جيوب الوهابيه في الحجاز ويعيد الحجاز بشكل كامل الى السلطان العثماني او الى القوات العثمانيه، لانه طبعا ابراهيم باشا في الاول وفي الاخر قائد عثماني أكيد. جاي من مصر لكن هو قائد عثماني تركي يعني. فبدأ بعدها يتعمق داخل الأراضي العربية، لا يكتفي بالحجاز فقط. أخوه وبعد كده أبوه عملوا مجهود كبير جدا عشان يسيطروا عليه ويعيدوه إلى السلطنة العثمانية. بدأ إن هو قال لك لا لازم أضربهم في عقر دارهم. فبدأ يزحف في داخل الجزيرة العربية ويلاقي عدد من الواحات أو القرى الصغيرة والمدن الصغيرة في قلب الجزيرة العربية بعد الحجاز. يعني نقدر نقول إن هو توغل في نجد شيئا فشيء، وكان بصراحة أظهر يعني شراسة وعنف غير طبيعيين. كان كل ما يلاقي مجموعة أو حامية من الوهابيين في قرية في حصن في أي حاجة يحاصرهم ويبدأ يدكهم ويضربهم ويقتلهم بلا هوادة بلا أي شفقة أو أي رحمة، مقتلة كاملة. لدرجة إن احنا مثلا هنلاقي مدينة زي شقراء مثلا أهلها بيضطروا هم يعملوا خندق حواليهم علشان يعني إيه يعتصموا بأنفسهم من إبراهيم باشا، لكن ده يعني لن يعصمهم من إبراهيم باشا، وبيقدر إن هو يصل ليهم وبيعمل فيهم مذبحة كاملة. وبعد كده بيصل إلى يعني واحدة من المذابح الكبيرة جدا في تاريخ إبراهيم باشا أثناء حروبه ضد الدولة الوهابية، وهي دمرة، وهي مدينة وحصن كان كبير نوعا ما يعني بيتحصن داخله الوهابيين. بيروح بجيوشه إبراهيم باشا، أول ما بيوصل بيرسل لهم رسول كعادته يعني استسلموا، بيرفضوا. وفي بعض حتى الأخبار بيقولون هم رفضوا يستقبلوا الرسول. فيبدأ يدكوهم ويضربهم بالمدافع بشكل مستمر 24 ساعة، مدافع شغالة تك 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 بلا هوادة على بلا هوادة على أسوار دمرة، لدرجة ان هم بيعرضوا الصلح. وهنا بقى ابراهيم باشا بيقول لهم لا خلصت، اتس اوفر خلاص. يعني ايه كمل اول؟ قال لهم كمل اول بالظبط. وبيكمل ضرب فيهم رغم ان هم يعني زي ما كنا بنقول ده في العرف العسكري والحربي ما ينفعش حد بيرفع الرايه البيضاء ما ينفعش انت تحاربه، وده عرف يعني في كل الحضارات وكل الدول منذ فجر التاريخ وحتى الان. والان دلوقتي في قوانين يعني بتنظم الاجراءات ديت، جرائم الحرب والحاجات دي. واضح ان ابراهيم باشا كان اخلاقه ضيقه كان خلقه ضيق بالظبط. فقال لهم لا ما ده كمل الاول، كمل فيهم لغايه ما فعلا قدر ان هو يقتحم دمره وافناهم بالكامل اباده كامله. وبعد كده فضل يتوغل قدر يسيطر على مناطق في قلب الجزيره العربيه زي الرص زي القصيم. الدوله الوهابيه اللي اسسها محمد بن سعود وبعد كده خلفائه من بعده اللي زي ما قلنا كانت انتشرت وسيطرت على الحجاز غربا وسيطرت على الخليج شرقا، وصلت لغايه فلسطين شمالا، وصلت لغايه اليمن وعمان جنوبا. الدوله بقت عامله كده. بعد بقى ابراهيم باشا بعد محمد علي بقت عامله كده لان هم اخذوا منهم الحجاز. مع ابراهيم باشا قعدت تصغر وهو يتوغل، تصغر لغايه الدرعيه. سلبهم كل شيء وتبقى فقط امامه الدرعيه. وزي ما قلنا كانت اي مدينه اي قريه اي واحه بتقابلوا فيها وهابيين بيدخل يقضي على الاخضر واليابس، مش داخل بيهزر خالص. بالظبط. وبصراحه بص يا كريم، اصل انت يعني احنا قاعدين بنحكي في الحدوته ساعه اهو وهم قاعدين 8 سنين، ده ياخد الحته دي وده يرجع ياخدها منه، ده ياخد الحته دي. فلازم واحد يعني يخلص. بالظبط. وانا اعتقد ان هو كمان كان عنده هدف اهم، ان انا لازم الكل يعرف ان هي قدامك خيار من الاثنين، يا اما اول ما تشوفني تستسلم وساعتها همنحك حياتك، او يعني ايه تبادر فقط انت تمسك سيفك وهقتلك. مش بعد ما تمسك سيفك تحس ان الموضوع طلع اكبر منك فتستسلم فانا اجيب لاستسلامك، لا، هو قرارك من الاول. فهو عشان كان يقضي على اي نية للمقاومة، رغم كده لم يقضي على نية المقاومة. وهم فعلا كانوا مقاتلين يعني شرسين جدا وشجعان. يعني اختلفنا اتفقنا معهم، احنا هنا مش بناخد اي جانب لان غالبا حاجه زي ديت بتبقى للاسف الناس بتنقسم فيها حساسية فريق مصري وفريق سعودي
لكن الجيش اللي كان بيحارب ولا جيش مصري، واللي كانوا بيحاربوا دول مش السعوديين بتوع دلوقتي، مصر السعوديه اخوات وحبايب وانا نعتز. في الاخر طبعاً دي بتبقى بالدولة حركات العربية سياسيه برضه، والقاده هم المتحكمين. يعني احنا الناس كشعوب كلنا اخوات وكلنا لان بني دلوقتي آدمين في يعني. النزعه اللي هي بتاعت القوميات الجديده بقى، ان احنا مصريين، احنا ما فيش حد زينا، احنا امازيغ ما فيش حد زينا، احنا عرب ما فيش حد زينا. في الاول وفي الاخر احنا بشر وبنتشارك في حاجات كتير، في اللغه، في الدين، في العادات، في التقاليد، في الواقع. اه يا سيدي يعني ما فيش حد زيك، بس مش الناس مش ادنى منك برضه. ايوه يعني انت بالظبط. مميز بالظبط في ايا كان يعني. وواقعنا شبه بعض يعني. يطفي هنتصل بيه بعد شويه. وفي الطريق للدرعيه زي ما قلنا قدر ان هو او اباد يعني عدد كبير من القرى والمدن الصغيره الى ان وصل للدرعيه. وزي ما كنا بنحكي انا وانت، الدرعيه ديت مدينه مركبه بشكل كده ايه مختلف عن باقي المدن. نقدر نقول هم 5 واحات او 5 مدن صغيره جدا، و5 احياء مثلا، كل حي ليه سور بقلعه خاصه، وجنبه حي تاني او واحه تانية او قريه تانية بسور وقلعه خاصه، وهم ال5 جنب بعض. وفي الاخر في سور واحد بيحوطهم هم ال5 بقلاع مختلفه. بس الاسوار بالتالي معموله من طوب اللبن مش من الحجاره يعني. طوب لبن، واحيانا حجاره من الجبل، بس متراصه بشكل فوضوي. لانه طبعا ما كانش فيه الخبرات المعماريه ان انت تبني حاجه زي قلعه الجبل مثلا، زي اللي هي قلعه صلاح الدين عندنا في القاهره، او قلاع مثلا في الشام او في المغرب او كده. لان دي بتحتاج يعني ايه هندسه بقى هندسه وخبرات متراكمه يعني. فهم كانوا يفتقروا الى الجزئيه دي، فكانوا بيبنوا قلاع، لكن ايه قلاع على مقاسهم كده يعني. في الفترة دي بتحصل حاجة غريبة، ان بتحصل رياح قوية جدا، وطبعا في مشاعل بتضيء، واضح ان في شعلة منهم طارت بتحرق عدد من الخيام، بتمسك شعلة تصل عنا. بتلاقي واحد من الجنود كان بس دماغه خرمانة طلع بيشرب سيجارة، ماسك الشبك. الشبك، شوفوا حلقة الكيف. حلقة كانت حلوة. ماسك الشبك وعامل دماغ، عامل دماغه وعدى جنب الذخيرة ولع فيها. وده بتحصل. فالذخيرة ولعت فعلا. انفجرت معظم المخزون الاستراتيجي من الذخيرة والأسلحة بتاعت الجيش إبراهيم باشا، تم يعني ايه فجرت بالكامل. كان انفجار عظيم. الجيش اللي مع إبراهيم باشا أحبط بشكل كبير جدا، وهنعمل ايه وهنحاربهم ازاي. الوهابيين داخل الدرعية بدأوا يشعروا يعني بالانتصار، وان الله يعني واقف صفنا وأوفى بوعده لينا، والنساء تزغرد والرجال تكبر داخل الدرعية، والمصريين او مش المصريين جيش يعني إبراهيم باشا يصرخ ويصوت. وكانت لحظة حاسمة. كان ممكن يعني لولا شخص زي إبراهيم باشا كانت الأمور لف ورجع تاني. لف ورجع تاني، أو الأمور تخرج من السيطرة يعني. لكن إبراهيم بسرعة وبحكمة، بس هو طلب دعم من محمد علي وقتها لما ده حصل، طلب دعم. بس يعني ايه ما استناش الدعم. الدعم. كان خايف للتاني يجي ياخد معاه الكريدت. ياخد الكريدت. فطلع فوق تب علي إبراهيم باشا وبدأ ينادي على جنوده، وقال بالبلدي كده، قال يعني أن المعارك والحروب تؤخذ بالرجال، والفرسان هم الذين يحققون الانتصارات، مش السيوف ولا البنادق ولا المدافع، وان احنا هنقضي على اعدائنا حتى لو اضطرينا نحاربهم بالسكاكين والسيوف والخناجر، وان مش الجنود الشجعان هم اللي هينتصروا مدفع او دانه تحدد انتصاراتهم. عمل لهم موتيفيشن بقى، سبيتش عظيمه جدا. الناس داخله كده زي بريف هارت. اشلكوا الصور. فريدوم، فاكر فريدوم بتاعت بريف هارت كده، بتاعت جيبسون لما يدخل البتاع. دخلوا كده فعلا، ضربوا الاسوار. انت كنت لسه بتقول لنا الاسوار ما كانتش بالقوه اللي احنا متخيلينها. استطاع ان هو يعني يحدث ضرر في احد الاسوار، ويدخل الى قرية صغيرة أو مدينة صغيرة من المدن ال5 بتوع الدرعية ويسيطر عليها. وبعد ما يسيطر عليها يدخل الثانية ويسيطر عليها. بعد ما يدخل الثانية يدخل الثالثة. وفي الفترة دي خلاص بقى معاه يعني 3 أخماس الدرعية. فاضل 50 هم اللي في إيد الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية. وإبراهيم مازال يضرب بلا رفع، بلا هوادة وبلا شفقة وبلا أي حاجة، وعمال يضرب. عبد الله بن سعود بيرسل له بيقول له خلاص سلمنا يا باشا. مع السلامة، احنا كده مش عايزين غير ان احنا نخرج بسلام. وعندي طلبين: ان اهالي الدرعية ما يتأذوش، ما تعملش فيهم مذبحة زي اللي عملتها في كل المدن اللي السابقة،
وانا يعني برضو ما اتذبحش. فراح قال له اوكي، الشرط الاول تماما لن اؤذي اي انسان من اهالي الدرعيه، وانت مش مسؤوليتي، انا هرسلك الى القائد المباشر بتاعي في مصر وهو محمد علي باشا، والقائد هناك يتصرف معك. وفعلا تم تنفيذ بنود الاتفاقيه، وفعلا دخل ابراهيم باشا الدرعيه وسيطر عليها بالكامل ورفع عليها الرايات العثمانيه، وهي عمرها ما كانت اصلا تابعه للدوله العثمانيه، لكن هو اداهم يعني كريدت كمان كده للعثمانيين يعني. وفعلا تم القبض على عبد الله بن سعود وارسل الى مصر. وفي مصر اللي هو الرئيس المباشر محمد علي لابراهيم باشا، محمد علي قال له والله انا برضو عندي رئيس مباشر هو اللي اتصرف، فارسله الى السلطان محمود الثاني في الاسيتانه. وفي الاسيتانه تم إعدام الأمير عبد الله بن سعود بتهمة الخيانة والتمرد والخروج على السلطان والتجديف والهرطقة وتهم كتير جدا، وتم إعدامه. وبكده ظن السلطان محمود الثاني والوالي محمد علي والقائد إبراهيم باشا إن هم قضوا على الدعوة الوهابية، ولكن ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة. بس ما ننكرش إن اللقطة دي برضو أدت. اولا عايز اسالك سؤال. أيوة. هو دلوقتي لما ابراهيم باشا خلاص خلص على الدعوه الوهابيه، هو وابوه محمد علي سيطروا بقى على كل المكان ده، يعني بقوا يحكموا المكان. السلطان العثماني كافئ ابراهيم باشا واداله ولايه الحجاز اللي هي ولايه جده يعني، وتحتها الحجاز كله. ما كانش في حاجه اسمها ولايه نجد يعني اصلا، لكن نجد كانت تابعه ليهم. عندنا حتى بعض الوثائق ان بعض الامراء القبائل في الخليج في الكويت بدأ يراسلوا بإبراهيم باشا انت تعالى يعني وضمنا ليكوا يعني وكده، لكن ما كانش فيه اهتمام بصراحة بالأماكن ديت. كانت أماكن يعني لسه ما فيهاش الحاجة اللي تميزها بالظبط، ما فيهاش أي بوتنشال يعني. هنروح يعني أي حاكم أو أي دولة يعني هتشوف إن احنا هنروح نصرف على الفاضي يعني، وما كانوا مش مهتمين بيهم. بس الحرب دي برضه أدت بريفيليج لمحمد علي قوية جدا يعني. بعد ما كان الرجل الذي قفز على كرسي الحكم بدون ما حد يبقى عارف شكله ولا صورته ولا مين، دلوقتي بقى محمد علي اللي انقذ الخلافه العثمانيه بحالها. بالظبط. ومش كده وبس، هو ادى تاكيد لمحمد علي بضروره انشاء جيش نظامي حديث. ان الجيش اللي راح يحارب يعني في الجزيره العربيه وحارب الدعوه الوهابيه، وان حقق انتصار في النهايه لكنه عانى وكابد الامرين من اجل تحقيق هذا الانتصار. وان احنا لو كان معانا جيش منظم زي جيش الانجليز اللي جه في حمله فريزر، زي الجيش الفرنسي اللي جه مع نابليون، كان الامر هيبقى اسهل بكتير. وان لازم الجنود يبقوا في ريكروتمنت حقيقي، مجندين مش مرتزقه، مش متطوعين بالفلوس. لازم يبقى في هيكل اداري وتنظيمي للجيش، لازم يبقى في جيش حديث. ومن هنا محمد علي بيقرر، ومحمد علي جندي ورجل حرب وجاي مصر بصفته الجنديه يعني، بيقرر انشاء الجيش الحديث، وبيعين سليمان باشا الفرنساوي وبيعمل مدرسه الحربيه في اسوان. وبيقال يعني ان هو كان عامل مدرسه حربيه في اسوان اللي بعد كده اتطورت وبقت الكليه الحربيه علشان تبقى بعيده عن الانظار يعني، ان هو كان بيعمل الجيش ده في السر. ومن هنا بالتالي لما هو يبقى عنده دفاع قوي عن دولته الحديثه يقدر يبني بقى مدارس جديده، يبني مش عارف ايه وهكذا. دي اشاره مهمه جدا جدا. اشكرك اللي انت دخلتنا في الحته ديت، لان هو بصراحه العكس بقى تماما. ان هو محمد علي اصلا كل المشاريع اللي احنا بنقول مشاريع محمد علي في انشاء مصر الحديثه او الدوله الحديثه، كل المشاريع دي كانت في خدمه الجيش. جيب لي اي حاجه. محمد علي عمل، قول لي دراسه مثلا، مدارس. الدراسه. محمد علي عمل مدارس ليه؟ اول حاجه هو كان يهتم بتخريج مدارس مثلا في الهندسه والطب. ليه؟ عشان يعالجوا المجندين. انا هصرف عليهم وهعلمهم وهدربهم على السلاح وهجيب لهم خواجات من بره يدربوهم، فمش في الاخر يجي لهم كوليرا ولا طاعون ويموتوا. انا دافع فيهم فلوس. فلازم تبقى في رعايه طبيه حقيقيه. لازم يبقى في مهندسين يبنوا البيوت، يبنوا المصانع، يبنوا الهناجر، المصانع والهناجر اللي هنصنع فيها البارود والبنادق والمدافع. لازم مصانع جلود واحذيه عشان ما يجيليش عسكري وهو ماشي يدوس على شوكه فيجيله عدوى رجله تتقطع بعد ما انا عمال 4 سنين بصرف عليه في الاخر رجله تتقطع. لا، لازم نلبسهم جزم، لا مؤاخذه. لازم يبقى فيه يونيفورم موحد زي ما شفنا في الجيوش الاوروبيه. فلازم نعمل مصانع ازياء، مصانع ملابس غزل ونسيج. لازم يبقى فيه اي حاجه بقى اقولها كده، اي حاجه لازم يبقى فيه مثلا، مش عارف اقول لك ايه.
مدينه يعني محمد علي من اول الناس اللي سمت الشوارع في مصر مثلا. ده اللي ترتيب الشوارع ده هو طبعا خلاص دخل يروع على البلد. هو كل حاجه عملها محمد علي كانت من اجل خدمه الجيش. من اجل خدمه الجيش، من اجل خدمه الجيش، من اجل خدمه الجيش فقط. واداله بريفليج بقى بعد كده، حتى هو اداله ثقه في نفسه اكتر. يعني هو بعد كده مش هيكتفي بالحجاز، او هيطمع بقى في الباقي بقى. هيطمع في الباقي. وهنشوف حاجه مهمه. لا طبعا هو هيعمل امبراطوريه، يعني كانت عنده مشروع الامبراطوريه شرقيه يعني يكون عاصمتها القاهره، وقدر ان هو يعني ينفذ تقريبا 90% منها، لولا ان هو يعني ايه مات بدري يعني. هو 85 سنه. لا طمح بزياده ومات بدري. طمح بزياده. لكن هنلاقي ان هو اول ما خلاص انتصر او هزم حتى في حروبه، لكن انتصر استراتيجيا. هو هزم عسكريا لكن انتصر استراتيجيا اكيد، لان هو اخذ ولايه مصر والسودان بحق وراثه له ولابنائه مدى الحياه، والولايه الحجاز شرفيه مدى حياته هو. فهو كده انتصر. اول ما الكلام ده كله حصل وخلاص بقت مصر والسودان له ولابنائه الى الابد، والحجاز له طول حياته، اول اجراء عملوا ايه؟ طلع على اليونان والشام. لا ده بعد حروب اليونان والشام، اللي هو في الاخر بعد الهزيمه. بعد ما خلص عمل ايه؟ سرح الجيش وقفل المصانع، مش عايزينكم، وقفل المدارس وقفل. ده بقى محمد علي بنفسه هو اللي عمل كده. يا سلام. طب وهياخد الفلوس دي يعمل بيها ايه؟ خلاص بقى فلوس انا وعيالي بقى. خلاص. انا وصلت ان انا خلاص بقيت ملك مصر. انا بقيت ملك مصر. انا كنت عايز ابقى ملك مصر. بقيت ملك مصر. صحيح ده كلفني ان انا اروح احارب في اليونان، اروح احارب في سوريا، اروح احارب في لبنان، اروح احارب مش عارف فين، واخسر احيانا مش مهم، بس في الاخر وصلت للتارجت. بس ابراهيم ما سابهوش بقى. ابراهيم هو اللي دخل. ابراهيم هو اللي عمل كل الانتصارات. ما عجبوش الكلام ده. وهو ابراهيم اصلا يعني بلاش ندخل في الحته ديت او نتعمق فيها حلقه ثانيه لوحديها. بس ابراهيم هنلاقي ان هو حتى في حروبه مع ابوه في المراسلات مثلا كل رجال باشا خالد فهمي كان بيبقى معترض كتير جدا، بيقول له لا انت ليه مستني مثلا موافقه الانجليز ندخل ونضرب. كان ابراهيم عايز يدخل يذبح السلطان محمود الثاني ده اساسا. بيقولوا احنا ليه هنستنى الانجليز والفرنساويين عشان ما يزعلوش. لا هو كان عنده حق. احنا نحطهم قدام سياسه الامر الواقع. هو كان محمد علي ده في الاخر طبعا احنا بنحكي بقى حاجه يعني بعد مرور 30 سنه ولا حاجه، بس كان محمد علي في حروبه مع السلطان خايف ان هو ياخد خطوه فالاوروبيين يزعلوا. ابراهيم بيقول له ما يتفلقوا، هم لما يلاقونا ذبحناه والاسيتانه ولا يتصرفوا من هنا بقت محافظه تبعنا زي طنطا كده واسيوط، خلاص هيتعاملوا معانا ان احنا الملوك. صح. هيزعلوا شويه بس هيقول لك لا احنا هنشوف مصلحتنا فين. محمد علي يقول له بس ما تنزلش تزعلهم. فالمهم يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير، دي كانت حروب محمد علي مع الدوله الوهابيه، واستطاع كيف يعني استطاع بمجهودات تصم في الاول ومجهوداته هو، وطبعا بفضل ابراهيم باشا ان هو يقضي على الدعوه الوهابيه، سواء انت كنت يعني واحد له مزاج وهابي او سلفي او بيرى في الدعوه الوهابيه ان هي فيها خير، بعض الاخر بيرى ان هي عكس ذلك. احنا لا نقيم الدعوه الوهابيه ولا نقيم حروب محمد علي، احنا بنقول اللي حصل، والجمهور طبعا ناس عقلاء وليهم بقى ايه الحريه في التقييم واختيار اي جانب كيفما شاءوا. احنا مش اوصياء على الناس يا استاذ شادي، نحن هنا فقط لنحكي التاريخ. عشان الناس بتقول لنا انتوا بتقولوا كذا، احنا مش اوصياء عليكم، احنا بنعامل الجمهور والمشاهدين ان هم ناس عقلاء يستطيعوا ان هم يكونوا رايهم بنفسهم، واحنا لا نملي على احد اي حاجه. انا معاك في ده. وبس قبل ما ننهي الحلقه، ايوه، بعد ما محمد علي وابنه ابراهيم سيطروا على الحجاز، ازاي الحجاز مش موجوده معاهم لغايه دلوقتي؟ دي بقى حلقه تانية هنبقى بنتكلم عن الموضوع ده مش دلوقتي علشان الحلقه طولت. ايوه، هسالكم سؤالين جاوبوني عليهم تحت في الكومنتات. هل انت شايف ان محمد علي وابراهيم باشا كانوا قاسيين في محاربه الفكره الوهابيه ولا لا؟ ولو انت مكانهم كنت هتخش اصلا الحرب دي ولا لا من الاساس؟ قولوا لنا في الكومنتات تحت. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لو عجبتكم الحلقه، ونشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.